السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذنكم، الناس اللي بتتابعنا دلوقتي يا ريت حد يأكد لنا الصوت والصورة تمام. الناس اللي بتتابعنا دلوقتي يا ريت حد يأكد الصورة تمام. الناس اللي بتتابعنا تمام، عظيم جدا. على بركة الله، على بركة الله، نتوكل على الله. مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله تاني محاضرة من مؤتمر دينس كافيه أونلاين كونفرنس، ونتشرف بوجود دكتور سلافة بلال، وإن شاء الله محاضرة شيقة جدا بإذن الله. نتشرف بك يا دكتور سلافة. اهلا دكتور مصطفى، ازي حضرتك؟ الله يخليكي، منورانا والله. ميرسي جدا وشكرا لحضرتك على استضافتك الجميله وعلى الفكره الحلوه قوي، يعني ربنا يجازيك كل خير، وعلى كل التيم اللي معاك القائمين على الموضوع دوت. يعني اكيد انت معاك ناس كتير بتساعدك، فربنا يجازيكم كل خير. واتمنى تكون محاضره خفيفه ولطيفه ومفيده للدكاتره، يعني ان شاء الله يعني. إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور. اتفضلي يا دكتور، خدي راحتك. اوكي. حضرتك تقدري تعملي الشير سكرين دلوقتي؟ تمام. في حد اهو ان شاء الله. كده كده تمام، كده احنا شيرنج سكرين. مظبوط نبدا جدا. خلاص اتفضلي يا على دكتور. خير. طبعا سعيده بوجودي مع حضراتكم النهارده. يمكن كنت بقول للدكتور مصطفى من شويه، انا مش من هواة اللايف قوي، بحب الانتر اكشن اكتر يعني. بحب يبقى حد اودينس قاعد قدامي، بيبقى ده التفاعل معانا افضل يعني. يعني اتمنى ان شاء الله المحاضره تبقى كويسه وتقدروا تستفيدوا منها بشكل كبير. يمكن انا اخترت توبك النهارده اعتقد مثير للجدل بقاله فتره، يعني موضوع الكراون لينثنينج. ناس كتير بتسأل عنه، وناس كتير عايزة تعرف عنه تفاصيل أكتر، لأنه داخل طبعا في شغلنا بشكل كبير بالناس الدكاترة، بالذات الدكاترة اللي بيشتغلوا ريستوراتيف وورك، وده طبعا يعتبر ديلي وورك في العيادة عندنا. هو موضوع سهل مش صعب، بس موضوع ليه تفاصيل كتيرة شوية، فهنحاول النهاردة على قد ما نقدر نجمع مع بعض كده أكبر تفاصيل ممكنة عنه يعني بإذن الله، بالذات الجزء السيرجيكال، لأن هنعرف مع بعض. أكيد أنتوا عندكم فكرة إن مش كل كراون لينثنينج لازم يبقى سيرجيكال، يعني إحنا ممكن نعمل أورثودونتيك اكستروجن، ممكن نعمل حتى ما يعرف بسيرجيكال اكستروجن. بس النهارده إحنا هنتناول بتفاصيل إلى حد ما قوية يعني، أو اون سبوت زي ما بيقولوا، الجزء الخاص بالسيرجيكال كراون لينثنينج. اللي هيخلينا دايما نروح للسيرجيكال كراون لينسنج ان حضرتك عندك ريستوراتيف نيد، ان انا احط المارجن بتاع الريستوريشن بتاعي سب جنجفال. يعني طول ما انا الريستوراتيف ورك بتاعي ايكوي جنجفال او سوبرا جنجفال، انا في الامان، انا تمام، انا ماليش دعوه خالص بالبريدونشيب، ما عنديش المشكله بتاعه السوفت تيشو هاندلنج، بتاعه البيولوجيكال ويتس فايوليشن، الكلام ده كله انا بعيد عنه تماما، طول ما انا اللوكيشن بتاع المارجن بتاعي سواء دايركت او اندايركت، سوبرا جنجفال او ايكوي جنجفال. وانس ان انا احتجت ان انا احط ريستوريشن بتاعي سب جنجفال، لازم يكون لي واقفه واشوف انا رايح فين سب جنجفال. مش كل سب جنجفال لوكيشن للريستوريشن بتاعي هيبقى فيه مشاكل، بالعكس دايما احنا عندنا حاجه اسمها سالكاس ديبس. انت عندك بيولوجيكال ديبس اللي هو السالكاس ديبس، ده بيديك الاونس ان انت تحط الريستوريشن بتاعك سب جنجفالي بطريقه سهله وسلسه وما فيهاش مشاكل، بس ده يعتمد انا عندي السالكاس ديبس بتاعه قد ايه، او الحاجه الثانيه انا محتاج احط الريستوريشن بتاعي سب جنجفالي قد ايه. كل ما احتاج انزل سب جنجفال اكتر، كل ما ده هيمثل لي مصدر للقلق شويه. هل انا سب جنجفال ده الدبس اللي عندي يسمح لي ان انا اجين ريتنتيف وريزيستنج فورم للريستوريشن بتاعي من غير ما اكون عامل اي ديستربنس او فايوليشن للبيولوجيكال ويتس، ولا يا ترى هحتاج ان انا اعمل كوركشن سامها؟ ساعات مش انا اللي رايح، انا الريستوريشن، انا الكيرز اللي موجوده عندي او الليجن اللي موجود عندي في التوس اللي هو الكيرز هو اللي اكستندد تو ماتش ايبيكالي، فبالتالي قد يكون عامل
violation of biological widths. فلو انا شلت الكيرز وحطيت الريستوريشن هيبقى هو the same. بعد ما كان الكيرز هو اللي عامل violation of biological widths، هيبقى الريستوريشن بتاعي الجديد الحلو اللي انا عامله عامل نفس الفايوليشن، فبعمل بريباريشن او عامل ريستوريشن A1، ومع ذلك البيشنت بقى عنده بريدونتال كومبلين، مش علشان الريستوريشن بتاعي وحش، بس عشان المفروض كنت احاول اعدل المشكله اللي حصلت على الليفل بتاع البريدونتال سبورت بتاع التوث نتيجه الانفيزفنس بتاعه الكيريوس ليجن اللي اصاب التوث بتاعه البيشنت. احيانا احنا بنحتاج نحط الريستوريشن بتاعنا سبجنجفال بسبب ان احنا في استاتيك زون. طبعا وانس ان احنا ذكرنا استاتيك زون يعني بنتكلم على الابر anterior region. طبعا دي area of high aesthetic demand especially في الفيميلز، especially ان معظم او كتير من الفيميلز بيبقى عندهم high lip line. احنا عارفين طبعا ان الليب لاينز بتقسم عندنا للثري تايبس، average وهاي ولو. وانس ان البيشنت بيضحك وعنده لو ليب لاين، يعني هو بيضحك الابر انتيريور تيث جزء منها بس اللي باين، ده بيشنت ما عنديش عنده معايا اي مشاكل. لكن عندي افريج او هاي ليب لاين during smiling exposing كل الدنتيشن، كل الفول كراون لينس بتاع البيشنت واديشنال جام ديسبلاي كمان، ده بيشنت بيبقى كريتيكال شويه. انا بس مش بفكر في الريستورنج اوف ميسد فانكشن في التوث بتاعتي، انا كمان بفكر في الاستاتيك اند ريزلت ات ذا سيم تايم. فعشان كده معظم الريستوريشن في الزون ديت بتتحط سبجنجفال، اما يعني ايكويجنجفال او سبجنجفال. الامن والاظرف طبعا انها تبقى سبجنجفال تجنبا لاي مشاكل قد تحدث. مثلا على سبيل المثال ان فيوتشر لو حصل ريسيشن هيبقى الاكسبوجر بتاع المارجن مش الطف ومش احسن حاجه. وعشان كده برضو ساعات حالات الفيرل تو جيت فيرل لينس، بالذات لو حضرتك بتعمل indirect restoration، بالذات لو كانت الحاله badly destructed، هتلاقيك برضو طبعا فيرل لينس، يبقى انا اكيد هبقى سبجنجفال، وممكن ابقى ديب سبجنجفال لدرجه ان ممكن، مش دايما طبعا، ممكن يحصل معايا violation of biological widths. فده برضو هيخليني افكر في حاله زي كده، لو انا هيضطر يحصل معايا violation of biological widths to gain feral length، ممكن احتاج في حاله زي كده ان انا اعمل كراون لينس. زي ما قلت لحضراتكم في الاول ان الكراون لينسنج مش دايما سيرجيكال. احنا عندنا 3 اساليب او 3 انواع من الكراون لينسنج، يا اما بعمل ده عن طريق اورثودونتيك اكستروجن، يا اما بعمله عن طريق السيرجري، يا اما بعمله عن طريق السيرجيكال اكستروجن. احنا هنتكلم النهارده الى بشكل مركز على السيرجيكال كراون لينسنج، بس هم بترتيبهم كده هم دول من حيث الافضليه يعني من وجهه نظري المتواضعه، وبرده اكوردنج للايفيدنس يعني ان الاورثودونتيك اكستروجن هو الافضل، كونزرفتيف جدا في الاند ريزلت بتاعته في طريقه عمله. بالعكس ده احنا ساعات بيبقى معانا كمان اديشنال سوفت تيشو نضطر نعمل لها سام هاو ريموديلنج او ريدكشن عشان نظبط الدنيا استاتيك وايز، بالذات لو في الاستاتيك زون في الابر انتيريور ريجون. يليه السيرجيكال كراون لينسنج لان احنا هنبقى سبتراكتيف، انا هضطر اعمل سوفت تيشو ريدكشن او سوفت وهارد تيشو ريدكشن، هضطر اعمل اوسيس ريدكشن. فبالتالي ده مش المفضل مقارنه بالاورثودونتيك اكستروجن، بالذات لو انا في upper anterior region، عشان انا ممكن في حاجه زي كده اخل بالهارموني في الزينس ليفل بتوين الدنتيشن، بالذات لو بشتغل على unilateral او bilateral dimensions في الابر انتيريور زون. السيرجيكال اكستروجن في ديبيت عليه كتير، في ناس بتسبورت جدا الابروتش ده وفي ناس بترفضه بشكل كبير، بس هو طبعا ليه مزايا وليه عيوبه، فله ما له وعليه ما عليه. بس طبعا يعني ده عايز له محاضره لوحده للشرح يعني، او للناس اللي عندها اكسبيرينس قويه فيه تقدر برضو تكلمنا عنه somehow. بس يعتبر هو رقم 3 لان الريسك معاه بيبقى اكبر شويه من التو ابروتشز التانيين، الاورثو او الجراحه. وبما اننا هنتكلم النهارده على السيرجيكال كراون لينسنج، ففي 2 بارامترز انا محتاج اقيمهم دايما في حالتي اللي انا قررت ان انا محتاج اعمل لها سيرجيكال كراون لينسنج، عشان اعرف هل ال2 بارامترز دولت كويسين مش كويسين، انا هعمل ليهم مشكله لو احتجت اعمل سيرجيكال كراون لينسنج ولا لا. ال2 بارامترز دولت هم البيولوجيكال ويدث والكيراتينايز، هم دولت اللي انا محتاجين ان احنا نراجع مع بعض النهارده ونعرف ازاي اعمل لهم ايفالويشن، وانا محتاج ان هم يبقوا موجودين شكلهم عامل ازاي، والسفشنت اماونت منهم عامله ازاي او مقدارها قد ايه. نبدا الاول بالبيولوجيكال ويتس، ان احنا تقريبا من اول المحاضره ما جبناش غير سيرته، يعني كل جمله فيها كلمه بيولوجيكال ويتس. بيولوجيكال ويتس ده الاولد ترمينولوجي، النيو ترمينولوجي دلوقتي يعرف بالسوبرا كريستال اتاتشمنت. هي يعني هو سوبرا كريستال اتاتشمنت ده النيو ترمينولوجي 2017، ده الستيتمنت الجديد بتاعه. بس ايفن انا لو استخدمت الترمينولوجي بتاع البيولوجيكال ويتس يعني
مفيش تعارض يعني. عايزين نعرف بقى هو ايه هو البيولوجيكال ويدث، او هو ايه هو السوبرا كريستال اتاتشمنت. لما جم يعرفوه، لو احنا بصينا قدامنا كده، ده الالستريشن اللي قدامنا ده قطاع طولي في السنه، الجزء اللي هو الكورونا ده اللي هو الكراون بتاعنا، والجزء اللي هو ايبيكالي اللي هو الروت، والادجيسنت ستراكشر اللي هو البريدونشن. فالجزء الاولاني اللي هو من اول الجنجفال مارجن لحد البيز اوف سالكس ده اللي هو طبعا السالكس ديبس بتاعنا، ومن اول البيز اوف سالكس لحد الكريست اوف ذا بون في سوفت تيشو اريا او زون. السوفت تيشو دي عباره عن سوفت تيشو اتاتشمنت، اتاتشد على التوث ستراكشر. خلي بالك من كلمه توث ستراكشر، مش لازم على فكره يبقى روت ستراكشر كالمعتاد، هو سوفت تيشو اتاتشمنت على التوث ستراكشر extended between base of sulcus to the crest of the bone. السوفت تيشو اتاتشمنت ده هيستولوجيكالي عباره عن ابيثيليوم وكونكتيف تيشو، جانكشن ابيثيليوم وكونكتيف تيشو، الاثنين مع بعض كده. الاتاتشمنت السوفت تيشو اتاتشمنت ده هو ده اللي بنسميه البيولوجيكال ويدث. اذا انا ما عنديش دايركت ريليشن او دايركت كونتاكت بين بيز اوف سالكس وكريست اوف ذا بون، انا عندي في مسافه بين البيز اوف سالكس والبون كريست. المسافه دي مش فاضيه، المسافه دي اوكيوبايد ويز سوفت تيشو، والسوفت تيشو ده عامل اتاتشمنت على التوث ستراكشر. ايه فايده البيولوجيكال ويدث؟ يعني ايه فايده ان يبقى فيه سوفت تيشو اتاتشد على توث ستراكشر بين البيز اوف سالكس والكريست اوف ذا بون؟ دي حاجه بيولوجيكال موجوده، ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان دي عباره عن سوفت تيشو، عن تيشو لايرز protecting each other. يعني انت عمرك ما هتشوف intraoral bone exposed الا لو البون ده نيكروتيك او diseased. فطبيعي البروتكتيف لاير اللي بتحمي طبقه البون، بتحمي البون بتاعنا، هي الكونكتيف تيشو. والبروتكتيف لاير اللي بتحمي الكونكتيف تيشو هي الابيثيليوم. وبعد كده خلاص، يعني هو الابيثيليوم كافي ان هو يعمل بروتكشن لنفسه والاندرلاين لايرز اللي تحتيه. فاذا بون فوقيه كونكتيف تيشو بيحميه، كونكتيف تيشو فوقيه ابيثيليوم بيحميه. فده الطبيعي اللي يبقى موجود فين؟ في الاورال كافيتي سراوندنج اول الاسبكتس او اول سيرفيس بتاعت التيس. عشان كده زي ما عند حضرتك لكل سنه في السالكس بتاعك، السالكس بتاع التوث سراوندنج اول ذا توث، يعني دايما عندنا سالكس موجود بكال ولينجوال وميزيال وديستال، كذلك البيولوجيكال ويدث موجود في كل الاسبكتس بتاعت التوث. بروتكتيف لايرز بون فوقيه كونكتيف وابيثيليوم. فعشان كده ما ينفعش انا اجي بكل بساطه واعمل ديستربنس للبروتكتيف لايرز دي، عشان انا محتاجه ان انا احط الريستوريشن بتاعي ديب سبجنجفال. وانس ان انا عملت كده، انا كده اخليت بالنظام الطبيعي اللي ربنا خلقه لحمايه الانسجه دي لبعضها. فبالتالي انا كده هبقى انيشيتنج باثولوجيكال كونديشن، هتبقى عباره عن انفلاماتوري كونديشن. لو ما حصلهاش مانجمنت هتبتدي تدخل في باثوزس، وتبتدي يحصل بعد كده جنجيفايتس، ولو ما اتعالجتش تبقى قدر الله تبقى بيريدونتايتس. فالبيشنت جاي لك بتوث بريدونتالي ساوند بس عندها ريستوراتيف نيد، فيها مشكله، فيها ديستراكشن. انت عالجت المشكله من ناحيه السنه، عالجت التوث ستراكشر اللي كان فيه ديفيشنسي، بس الريستوريشن بتاع حضرتك على الرغم ان هو لا غبار عليه الا ان هو عمل ما يعرف ب violation of biological widths، فاخليت بالمنظومه دي فابتدى يحصل مشاكل. فعشان كده احنا عايزين نعرف البيولوجيكال ويدث ده لكل توث بيختلف من توث للتانية على فكرة. يعني زي ما السالكس ديبس كده هتلاقيه مثلا مختلف من توث لتوث نفس البيشنت، هتلاقي برضو البيولوجيكال ويدث ملوش فيكسد ريشيو او فيكسد نمبر. يعني مثلا احنا عندنا هنا في الالستريشن كاتب لك ان البيولوجيكال ويدث 2 ملم، تقريبا 1 ملي ابيثيليوم 1 ملي كونكتيف تيشو، ده افريج. في على فكره اقل من كده وفي اكتر من كده. يعني اقل بيولوجيكال ويدث حضرتك ممكن تلاقيه في بيشنت هتلاقيه 1 ملم، ممكن يوصل لحد كام؟ ممكن يوصل up to 3 ملم. فانت عندك من 1 ملي لحد 3 ملي، ده تعتبر variable numbers for biological widths. فعشان كده لكل سن انا هاجي اشتغل عندها، انا محتاجه لو انا محتاجت ان انا اعمل كراون لينسنج او لقيت نفسي هبقى interfering مع البيولوجيكال ويدث، لازم اعمل له ميجرمنت، لازم اعمل له ايفالويشن الاول، عشان انا لازم احافظ على نفس القيمه دي لنفس التوث حتى لو انا هحركها في مور ايبيكال بوزيشن، لان انا محتاجه ان انا اعمل كراون لينسنج. فاذا biological widths مش حاجه خياليه، مش حاجه مش موجوده، هي حاجه موجوده لكل الاسنان، لكل اسبكت، لكل توث. فبذلك لازم ابقى عارفه هي موجوده مقدارها قد ايه، واحافظ عليها واعمل لها ريستوريشن لو انا هضطر ان انا احركها مور ايبيكال لو هعمل كراون لينسنج. طيب انا هقيس ازاي البيولوجيكال ويدث؟ ايه الطريقه اللي انا اقدر اعمل بيها ايفالويشن للبيولوجيكال ويدث؟ عندنا طريقتين، في طريقه كلينيكال وفي طريقه راديوجرافيك. الراديوجرافيك واي
مور اكيوريت بس مور كوستي لان هي عن طريق الكون بيم سي تي. اما الكلينيكال واي هي عن طريق حاجه اسمها بون ساوندنج. البون ساوندنج احنا هنشتغل او هنستخدم البريدونتال بروب بتاعنا العادي خالص في العياده، بس عشان اعمل بون ساوندنج لازم ادي البيشنت انستيزيا. هدي البيشنت لوكال انستيزيا انفلتريشن عادي خالص في الفيستيبيول طبيعي جدا، واول ما البيشنت يبقى انستايز ابتدي اعمل الميجرمنت بتاعتي. انا عشان اعمل بون ساوندنج ايه اللي انا بعمله بالظبط عشان حضرتك تبقى عارف برضو؟ انا هبتدي ادخل بالبريدونتال بروب بتاعي من خلال السلكس. انا طبعا عشان اقيس بيولوجيكال ويتس واضح ان انا هعدي الاول على السلكس، فلازم اعرف السلكس ديبس بتاع البيشنت او بتاعه التوز دي قد ايه. انا مثلا سي بقيس في البكال اسبكت، فانا عايزه اعرف السلكس ديبس في البكال اسبكت قد ايه، لانه برضو هو ثابت. احنا عندنا اقل سلكس ديبس نص ملي، واعمق سلكس ديبس في بيشنت بريدونتالي ساوند ما عندوش بوكيت ما عندوش بريدونتايتس قد يصل ل 3 ملي. فانت عندك من نص لحد 3 ملي دي كلها variable measurement. فاول حاجه هعملها هدخل بالبريدونتال بروب باسفلي زي ما حضرتك بتقيس كده سالكس ديبس عادي، بقيس بوكيت ديبس، بدخل باسف ما بعملش اي بريشر على قد ما اقدر واقيس سالكس ديبس. سي مثلا في حاله زي اللي قدامنا دي قسنا السالكس ديبس طلع نص ملي. بعد ما قست النص ملي يا دكتور هبتدي اعمل بريشر. ابتدي اعمل بريشر بهدف ان انا اعمل ايه؟ ان انا هعمل بيرفوريشن للسوفت تيشو الاتاتشد على التو سيرفيس. ما انا الهدف بتاعي ان انا اوصل من البيز اوف سالكس لحد الكريست اوف ذا بون، فانا ما قداميش غير ان انا اعمل ايه؟ اعمل سوفت تيشو بيرفوريشن. بس دي حاجه مؤلمه جدا طبعا، عشان كده حضرتك اديت البيشنت انستيزيا، لان انا لو ما اديتش انستيزيا وجيت عملت الحركه دي مفيش بيشنت هيقعد تحت ايدك وانت بتعمل بون ساوندنج. فبالتالي احنا ده الهدف ان احنا ندي انستيزيا. هدخل ميد فيشيال اقيس سالكس ديبس طلع نص ملي، وبعد كده هبتدي اعمل بريشر جامد لحد ما احس بريزيستنس. الريزيستنس دي معناها ان انا وصلت لحد البون كريست. فالبرفوريشن دوت هيبقى ان بوينت، فعشان كده انت مش انفيزيف قوي لدرجه ان انت تبقى يعني حاسس انك عامل حاجه سيفير او حاجه صعبه قوي، بس ده ان بوينت ان وان بوينت في سيرفيس بحاله. فبالتالي هقدر اوصل للكريست اوف ذا بون واشوف الميجرمنت بتاعتي قد ايه. فسي مثلا انا قست نص ملي سالكس ديبس، ولما عملت بريشر بقت الميجرمنت بتاعتي 2.5 ملي. 2.5 ملي دي معناها ان 2 ملي يا دكتور بيولوجيكال ويتس وضيف عليه نص ملي اللي هو سالكس ديبس. اتفقنا؟ ده كده طريقه البون ساوندنج. ليه مش اكيوريت البون؟ ليه مش اكيوريت واي البون ساوندنج؟ لان مش دايما كل بريشر بعمله بيعمل بيرفوريشن. ساعات البريشر اللي انا عملته ده جاست عمل سوفت تيشو كومبريشن. كل سوفت تيشو في الدنيا قابل ان هو يبقى كومبريسد، مش لازم كل بريشر يعمل له بيرفوريشن. واحنا قلنا البيولوجيكال ويتس ممكن يبقى ملي، ممكن يبقى ملي ونص، ممكن يبقى 2، ممكن لحد 3 ملي. كل ما البيولوجيكال ويتس هيبقى اكبر او اعلى في البيشنت كفاليو، كل ما هيبقى اللايبيليتي فور بيرفوريتنج السوفت تيشو ده هيبقى اصعب. فعشان كده مش كل بريشر انا بعمله في البون ساوندنج هينتج عنه سوفت تيشو بيرفوريشن، ساعات جاست بس سوفت تيشو كومبريشن. عشان كده بيبقى مش purely accurate way for biological weight detection، بس it's valid يعني it's accepted، بس مش افضل حاجه. الافضل منها بصراحه ومور accurate عنها هي الايه؟ هي السي بي سي تي، لان السي بي سي تي ما فيهاش elongation او شورتنج، هي المفروض البروبورشن تو 1، فايزي جدا واكيوريت جدا ان اقدر اقيس عليها البيولوجيكال ويتس. بس عشان اقدر اقيس بيولوجيكال ويتس سوفت تيشو على سي بي سي تي المفروض البيشنت وانا بعتاه السنتر بتاع الاكس راي المفروض ان هو يتعمل له يتصور او يتاخد الايمج ليه وهو عامل او هو معمول له ليب ريتراكشن. المفروض الليب ريتراكشن ده اما يتحط له تشيك ريتراكتور او يتحط له كوتون رول بحيث انها تعمل اليفيشن للليب زي ما حضراتكم شايفين، بحيث ان انا بالرولر اللي موجوده عندي على السي بي سي تي هبتدي هقيس من اول الجنجفال مارجن لحد الكريست اوف ذا بون. هقيس من اول الجنجفال مارجن عندي من اول البوينتر من اول الجنجفال مارجن لحد الكريست اوف ذا بون. المسافه دي يا دكاتره هي مين؟ هي دي عباره عن البيولوجيكال ويتس بلس سالكس ديبس. انت قايس من اول الجنجفال مارجن، وانا اكيد انا مش هشوف البيس اوف سالكس، فانا بقيس من اول الجنجفال مارجن لحد الكريست اوف ذا بون. سي مثلا طلعت المسافه دي 3 مللي. حلو، ارجع بقى كلينيكال سهله، اقيس سالكس ديبس، انا بقيسه باسف، فلقيت السالكس ديبس يا دكتور سي مثلا 1 ملم، يبقى انا قايس على الاكس راي 3 مللي، هطرح منها ملي سالكس اللي هو السالكس ديبس، يبقى الباقي هيبقى هو البيولوجيكال ويتس. فقدامك طريقتين عشان تقيس البيولوجيكال ويتس. والله لو قدرت تعمل سي بي سي تي للبيشنت يبقى خير وبركه، هيبقى كوستي شويه على البيشنت، هيبقى مش افضل حاجه اطلبها على البيشنت بالذات لو هي سنجل توس. خلاص البون ساوندنج ده لطيف جدا وحلو، ما فيهوش مشاكل، ممكن استخدمه واعمل بيه
evaluation. يبقى ده كده كان البيولوجيكال ويتس، ودي يمكن most recent study كانت بتتكلم عن البيولوجيكال ويتس فاريشن في بيشنت بريدونتالي ساوند. وزي ما حضراتكم شايفين هنا البوكس اللي قدامك ده في different studies اتعملت على الايفالويشن بتاع البيولوجيكال ويتس، وزي ما اتفقنا ان اقل بيولوجيكال ويتس قدروا يوصلوا له هو 1 ملم، ممكن نوصل لحد 3 ملم as a value for biological weights. طيب لو احنا بقى ما احترمناش البيولوجيكال ويتس، اللي احنا هنعمله ده بيسمى violation of biological weights. كلمة violation معناها اعتداء أو تعرض. أنا دمرت البيولوجيكال ويتس، أنا بوظت البيولوجيكال ويتس، مش لازم بجزء كامل، ممكن جزء شامل، أو إن أنا عملت complete violation، بس حتى لو partially، لو أنت عملت violation لجزء من البيولوجيكال ويتس ده برضه هيبقى السيكول بتاعته زي ما حضراتكم شايفين. أقل حاجة هتحصل يبتدي يحصل inflammation اللي هي الأعراض بتاعة الجنجيفايتس. الاقي البيشنت يبتدي يشتكي من احمرار في اللثه او بلوش ديسكالريشن، يبتدي يبقى في ايديما، بليدنج، حتى مع البراشنج او مع الهارد فود. فالموضوع دوت لو ما ابتداش يتحل او يتعمل له مانجمنت بطريقه صحيحه، ممكن لا قدر الله يقلب ببيريدونتايتس. زي ما اتفقنا، انت ريستوراتيف وايز مش عامل حاجه غلط، انت مشكلتك بس ان البريباريشن بتاعك او الريستوريشن بتاعك فايوليتنج البيولوجيكال ويتس، فالسيكل بتاعته هتبقى سيئه جدا ومش هيحصل لها ريزوليوشن الا يا اما تعالجها يا اما للاسف يبتدي يحصل ريسيشن او بريدونتال ديفيشنسي. ودايما بنلاقي ان التو ريسبونسز بيبقوا مختلفين اكوردنج لحاجه اسمها الجنجيفال بايوتايب، يعني الجنجيفال ثيكنس. لو البيشنت جنجيفال بايوتايب او جنجيفال ثيكنس ثين يبقى مور برون ان يحصل له بريدونتايتس او يحصل له ريسيشن. اما لو البيشنت البايوتايب بتاعه ثيك او جنجيفال بايوتايب بتاعه ثيك بيبقى لايبل اكتر ان يحصل له جنجيفايتس. هو في كل الاحوال سيء، دي حاجه وحشه، يعني لا الجنجيفايتس حلوه ولا الريسيشن كويس، فبالتالي هي مش هتفرق معانا قوي يعني اللي حصل ده. بس طبعا بيبقى انك تلحق العيان اكتر في حالات السيك بايوتايب، بيبقى البريدكتابيلتي اوف مانجمنت اعلى شويه واحسن شويه من حالات السين بايوتايب. وبرده فكره ثين وسيك بايوتايب بتبقى هنت مهم لحضرتك. انا لو عندي حاله ثين بايوتايب احاول على قد ما اقدر اصلا ان انا ما احطش الريستوريشن بتاعي سب جنجيفال، ولو هنزل سب جنجيفال ابقى شالو سب جنجيفال، ولو هحط ريتراكشن كورد ما اعملش دبل وتريبل ريتراكشن، لان حاله زي كده بتبقى مور لايبل ان يحصل لها ريسيشن. بالعكس خليك فريندلي جدا وانت بتشتغل سب جنجيفال، لان الثين بايوتايب دي لايبل اكتر تيشو لايبل ان يحصل لها ريسيدنج ايبيكال، وصعب جدا ان يحصل لها ريباوند وترجع كورونا مره ثانيه. برضو الشيء بالشيء يذكر، يعني لو انا عايز اعمل ايفالويشن للبايوتايب اوف ذا جنجيفا اعمله ازاي؟ في كذا طريقه. ممكن من ضمن الطرق اللطيفه والسهله ان انا استخدم البريدونتال بروب بتاعي واحطه كاني بقيس سالكس ديبس، باسف خالص من غير ما اعمل بريشر ولا حاجه، واشوف الميتال ديسبلاي. لو انا شفت الميتال ديسبلاي زي ما حضراتكم شايفين كده في الحاله دي، لو انا شايفه الميتال ديسبلاي ترانس جنجيفال يبقى الحاله دي ثين بايوتايب. طب لو ما شفتش الميتال ديسبلاي تبقى الحاله دي ثيك بايوتايب. في طريقه ثانيه دي بقى بالارقام، لو انا عايزه اقيس الجنجيفال بايوتايب ممكن استخدم سبريدر بتاع الاندو واحط ستوبر وادخل يا دكتور بيربنديكولار على الجنجيفا ميدفيشيال واشوف الميجرمنت بتاعتها. فالمفروض هحط الستوبر او هوقف الستوبر على السطح بتاع الجنجيفا واطلع الستوبر سوري السبريدر بعد ما قست واقيسه على مسطره الاند واشوف الرقم اللي طلع لي كام. المفروض لو انا عندي السكنس بتاع الجنجيفا من 1 ملي او اقل ده يعتبر ثين بايوتايب، لو من 1 ل 1.5 ده يعتبر افريج بايوتايب، لو من 1.5 ل 2 ملي ده يعتبر ثيك بايوتايب. دي طريقه بالارقام اكتر بقى من الايه، من الميتال ديسبلاي. ده لو انت عايز تعرف اكيوريت وايز الحاله دي ثين ولا افريج ولا ثيك. ده بالنسبه للبيولوجيكال ويتس. احنا قلنا ده ايتم مهم جدا وهيتضح اكتر لما نتكلم كمان شويه امتى اصحح الفايوليشن ده وتصححه ازاي سيرجيكال وايز. بس دي طريقه الايفالويشن، احنا فهمنا هو ايه البيولوجيكال ويتس وقد ايه هو مهم للبريدونشم ولصحه السنه، وان هي بريدونتال وايز تتنها هيلثي ساوند ما فيهاش اي مشاكل. وطريقه الايفالويشن عندك طريقتين، يا اما بالبون ساوندنج او عن طريق السي بي سي تي. الكراتينايز جنجيفا كمان من الحاجات المهمه قوي ان انت تبقى عارف هاو تو ايفالويت، لان انت ناوي ان شاء الله تعمل كراول لينسنج. فمن ضمن طرق الكراول لينسنج ان انا اعمل جنجيفكتومي. اتس اوكي مفيش مشكله، بس مش كل حاله محتاجه كراول لينسنج هعمل لها جنجيفكتومي. الجنجيفكتومي دي انا هعمل سبتراكشن للجنجيفا، هتبقى عندي بفاليو قبل ما اشتغل، وبعد ما اعمل كراول لينسنج هتبقى بريديوسد فاليو. فاتس اوكي ان الفاليو بتاعت الجنجيفا تبقى ريديوسد، بس ما ينفعش تبقى ريديوسد للليفل تعتبر
في حاله من الديفيشنسي. بمعنى الجنجفا احنا دايما متعودين دي ان هي الفريم البينك الجميل اللي لازم يبقى هيلثي وفي ستيبلنج والكلر بتاعه بينك، ما بقاش فيه انفلاميشن، ما بقاش فيه اديمه، كل الكلام الجميل ده. هي طبعا كلر واستاتيك طبعا ده حاجه مهمه، لكن هي كمان عباره عن فانكشننج تيشو، يعني هي مش مجرد شكل، ده هي بالاساس عباره عن فانكشن. وانس ان الفانكشن ريستورد طبيعي يبقى الاستاتيك ريستورد. فالفانكشن الاساسيه بتاعت الجنجفا حتى هي اسمها المفروض ماستيكاتوري ميكوزا، ان هي بتساعد ان هي تعمل بروتكشن للاندرلاين ستراكشر اللي تحتها اللي هي المفروض البون والتوس. فالمفروض هي موجوده عشان تعمل بروتكشن للي موجود تحتها، بروتكشن اجينست الميكانيكال فورسز اللي هتبقى ابلايد عليها. ميكانيكال فورسز زي البراشنج، ميكانيكال فورس زي الهارد فود، الحاجات الناشفه اللي بناكلها زي التفاح او الكمثرى او الخيار او الجزر، المفروض الحاجات دي تعتبر ميكانيكال فورس. مش عايزين البراشنج، مش عايزين الهارد هيلثي فود يبقى تروماتيك. يبقى تروماتيك امتى؟ لو هو واقع على تيشو ما تقدرش تتحمل الفورسز بتاعته. فعشان كده عايزين التيشو اللي هتبقى واقع عليها الفورسز الميكانيكال فورسز دي تبقى كراتينايزد، اكت از ا كاشن، عشان تبتدي تعمل ابزوربشن وديسبيشن للفورسز دي، فتقلل الفورسز او اللود اللي هيبقى واقع على الاستراكشر اللي تحتها اللي هو البون او التوث ستراكشر. وعشان كده حتى حالات الريسيشن لما نيجي نعالج حالات الريسيشن بيبقى اعتمادنا الرئيسي على يا ترى احنا عندنا ريميننج كراتينايز جينجيفا ولا لا، عشان نقدر نعمل بيها سكسسفول مينتيند تريتمنت لحالات الريسيشن. احنا ما عندناش هنا ريسيشن الحمد لله، احنا عندنا الحاله سليمه بريدونتالي، فمش عايزين بقى نحطها على اول عتبات الريسيشن. ازاي؟ ان انا يبقى عندي حاله فيها sufficient كراتينايز جينجيفا وانا اجي اعمل كراون لينسنج فحول السفشنت جينجيفا لديفيشنت. احنا عايزين يبقى عندنا sufficient جينجيفا قد ايه؟ عايزين اتليست 3 ملم. انا عايزه يبقى عندي اتليست 3 مللي جينجيفا عشان اقول ان الحاله دي الحمد لله عندها sufficient جينجيفا، فاذا تقدر تكمل في الحياه وتتحمل الميكانيكال فورسز اللي نازله عليها. هي مش المشكله هي كام، هي المشكله هتبقى كام لما اجي انا اعمل كراون لينسنج. فبدايه كده انا ازاي اقدر اعمل ايفالويشن او ميجرمنت للكراتينايز جينجيفا واشوف بقى على حسب خطه علاجي هي يا ترى sufficient وهتمناها sufficient ولا هي sufficient وانا هخليها deficient. لو هي هتبقى كده المفروض انا اتصرف ازاي؟ فبدايه انا عايزه اقيس كراتينايز جينجيفا، هستخدم برضو ايه؟ البريدونتال بروب بتاعي. هنا بقى ما فيش اكس راي، هنا الموضوع كله كلينيكال ايفالويشن. هستخدم البريدونتال بروب واقيس، هقيس يا دكتور مثلا فيشيال، هقيس من اول الجينجيفال مارجن لحد ما يعرف بيه الميوكو جينجيفال جانكشن اللي هو نهايه الكراتينايز جينجيفا وبدايه الالفلار ميكوز. هحط البروب بتاعي دكتور فيرتيكالي كده واقيس. تمام. طب عايزه اقيس بروكسيمال، الموضوع مختلف عشان البدايه مختلف. البدايه عندنا هنا بروكسيمال من البابيلا تيب لحد الايه؟ لحد برضو الميوكو جينجيفال جانكشن. فاذا انا هشوف يا دكتور الاماونت اوف كراتينايز جينجيفا، خلينا نقول مين احنا بنبص فيشيال ان ده المين كونسيرن بتاعنا. ففيشيال انا محتاجه يا دكتور يبقى عندي كام؟ انا محتاجه ان يبقى عندي بعد الكراون لينسنج اتليست 3 مللي. فانا ما يهمنيش اللي في الاول، انا يهمني اللي هتبقى في الاخر. فالمفروض انا احط خطه علاجي سي مثلا انا عندي يا دكتور عندي كراتينايز جينجيفا 7 ملم من اول الجينجيفال مارجن لحد الميكو جينجيفال جانكشن، وانا لقيت ان انا محتاجه اعمل كراون لينسنج 3 ملم. فاذا ال 7 مللي دولت انا هعمل سبتراكشن منهم 3 مللي، فاللي هيتبقى عندي 4 ملم. كده انا اقدر اعمل كراون لينسنج باي جنجيفكتومي، اقدر اعمل كراون لينسنج باي جنجيفكتومي، مفيش مشكله. ولكن العكس بقى، لو انا عندي كراتينايز جينجيفا 5 ملم وانا محتاجه اعمل كراون لينسنج 3 ملم، يبقى انا كده لو عملت كراون لينسنج باي جنجيفكتومي 3 ملم سبتراكتد من الهول جنجيفا، كده انا هيبقى عندي 2 ملم. فانا كده حولت ال 5 مللي اللي هم كانوا سفشنت للحاله لديفيشنت كونديشن. انا كده حطيتها على اول عتبات الريسيشن، هتبقى ان عاجلا او اجلا لايبل ان الحاله دي يحصل لها لا قدر الله جنجيفال ريسيشن. طب انا عايزه اعمل كراون لينسنج، اعمل ايه في الحاله دي؟ مش لازم تعمل جنجيفكتومي. امال هعمل كراون لينسنج ازاي؟ هعمله بحاجه اسمها ايبيكالي بوزيشند فلاب، هنتكلم عنهم الاثنين النهارده ان شاء الله. يبقى اذا كونكلوجن كده، انا مش كل حاله كراون لينسنج لازم اعملها باي جنجيفكتومي. في حالات انا ممكن اعمل جنجيفكتومي وده الاسهل والاوقع والافضل، وفي حالات ثانيه لا، انا هضطر ان انا اعمل ايبيكالي ديسبليسد او ايبيكالي بوزيشند فلاب علشان اقدر اجين لينس فور ذا كراون، عشان اقدر اعمل الريستوراتيف ورك بتاعي بشكل جيد. فالبارامتر اللي على اساسه احدد اعمل
سوفت تيشو كراون لينسنج ايه؟ هي الاماونت اوف كراتيناي جينجيفا اللي موجوده، وانا هعمل كراون لينسنج قد ايه، فيبقى عندي كده، فابتدي اختار البروسيجر او التكنيك، يا اما جنجفكتومي يا اما ايبيكالي بوزيشن ديفلوب. اوكي، يبقى كده احنا عرفنا التو بارامترز اللي المفروض هنعمل لهم ايفالويشن، وابتدي احدد على اساسهم يا ترى انا هعمل سوفت تيشو كراون لينسنج بس، ولا هارد تيشو كراون لينسنج، ولا هضطر ان انا اعمل الحاجتين مع بعض. وده برضه هنتضح اكتر في المحاضره باذن الله، وهيبقى في سلايد اعتقد هتبقى سلايد لطيفه جدا فيها كونكلوجن امتى نعمل ايه. بس خلونا برضو نتكلم على الانديكيشنز بتاعت الكراون لينسنج، اللي هو برضو يعني عايز اعرف امتى احتاج ان انا اعمل كراون لينسنج، عشان برضو ما ابقاش تايه ايه الحالات اللي ممكن تقابلني في العياده تحتاج مني ان انا اعمل لها سيرجيكال كراون لينسنج. طبعا دي من اكتر واكثر الحالات شيوعا طبعا anterior and posterior، يمكن posterior اكتر، ان يبقى عندي deep subgingival caries. ديب سبجنجيفال كيرز يبتدي يخليني افكر ان انا محتاجه اعمل كراون لينسنج، ودي بتقابلكم كتير، ودي غالبا انتوا بتتصرفوا فيها الى حد ما، هنقول مش هتصرفوا فيها ان شاء الله بطريقه صحيحه يعني، لان دايما بتبقى جايه الحاله بالذات لو في مولر اريا فيها جنجفال هايبربليجيا بروكسيمالي، البوكس البروكسيمال بوكس موجود نتيجه البروكسيمال كيرز ده، بيبقى فيه جنجفال هايبربليجيا. الهايبربلاستيك تيشو دي محتاجه ان انا اعمل لها ريدكشن، محتاجه ان اعمل لها ريموفال. فحضراتكم بتعملوا جنجيتاج، اللي هو بعمل ما يعرف بكانك بتعمل جنجيفوبلاستي او جنجيتاج، ان انا بشيل السوفت تيشو اللي هو داخل جوه الكافيتي. وطبعا ده ما بيتشالش يا اما عن طريق بير، او عن طريق مثلا الكتروسيرجي او سوفت تيشو ليزر، بحيث ان انا اعمل اكوزيشن للكافيتي مارجن عشان اعرف اعمل كليننج كويس، وابتدي اعمل ريتراكشن كويس وايزوليشن كويس عشان احط ريستوريشن. فاللي حضرتك بتعمله ده يعتبر سوفت تيشو كراون لينسنج، بعمل ريدكشن للاوفر سوفت تيشو جروس اللي موجود عشان اقدر اعمل ريستوراتيف وورك جيد وصحيح وسليم. بس ساعات الكيرز نفسه بقى بيبقى تو اكستندد تو ماتش ايبيكالي لدرجه ان هو بيبقى على روت سيرفيس، فوانس ان الكيرز بقى موجود على روت سيرفيس، الكيرز ده في حد ذاته عامل violation of biological widths. فانا وضفت لو انا عملت كليننج كويس وديبرايدمنت كويس للكيرز اللي موجود دوت، والكافيتي عندي بقى كلين، وحطيت الريستوريشن مكانه، مع اني انا مش عارفه هتبقى تعرف تعمل ده ازاي وانت كلوزد، يعني تعمل ايزوليشن ازاي كويس في حاله زي كده. فاذا انا حليت محل الكيرز اللي كان عامل فايوليشن بريستوريشن ستيل برضو عامل فايوليشن. ده يكاد يكون في بعض الحالات الريستوريشن بيبقى كيسنج البون، يعني تقريبا زيرو بيولوجيكال ويتس. طب ما هو البيولوجيكال ويتس ده ما ينفعش يرجع يبقى ري اورجنايزد على الريستوريشن الحلو الجديد اللي انا عامله ده، للاسف صعب جدا انه يحصل. حتى لو حصل هيبقى الاتاتشمنت بتاعه از فيري ويك، مش زي الاتاتشمنت اللي بيحصل على ساوند توث ستراكشر. فعشان كده على حسب الاكستنشن بتاع الكيرز هبتدي انا اشوف هل انا في الحالات بتاعتي دي اللي هي فيها ديب سبجنجيفال كيرز انا محتاجه اعمل بس سوفت تيشو كراون لينسنج، ولا مضطره ان انا افتح فلاب واعمل اوسس ريدكشن عشان اصحح الفايوليتد بيولوجيكال ويتس، عشان ابقى اعمل ريستوريشن كويس، وفي الاخر البريدونشم يبقى ان هيلثي كونديشن. برضو بعض حالات السيفير اتريشن زي اللي قدام حضراتكم دي، مش كل الحالات دي بتبقى سهل ان هي تبقى مانجد بالاورال ريهابيليتيشن. ساعات بيبقى الفيرتيكال دايمنشن مش توتالي ميزد او مش سيفيرلي ميزد، ساعات بيبقى المشكله كلها في الانتيرور سيجمنت، ساعات بيبقى حصل فيها سم هاو اوفر ايربشن. ففي بعض الحالات بتحتاج الكوركشن باي سيرجيكال كراون لينسنج، او حتى ايفن لو اتعمل اورال ريهابيليتيشن تو ريستور الميزد فيرتيكال دايمنشن، احيانا برضو بتحتاج مع الستبس بتاعت الاورال ريهاب ان انت تعمل كراون لينسنج سواء سوفت او هارد تيشو. فدي برضو من الحالات اللي بتبقى لايبل ان مع المانجمنت بتاعها من ضمن الخطوات انك تعمل سيرجيكال كراون لينسنج عشان اقدر احط الريستوريشن بتاعي في ريتنتيف فورم، ومن غير ما اكون عامل مشاكل من حيث ان انا ابقى عامل فايوليشن اوف بيولوجيكال فراكشر. طبعا مش اي توث ستراكشر فراكشر هيسبب فايوليشن، يعني قدامنا ده ابن حلال والله مش عامل مشكله كبيره، بس بتكلم على فراكشر انكلودنج جزء من الروت. وانس ان جزء من الروت اتكسر في حته التوث بتاعه البيشنت اللي طلعت معايا او فراكشر، كده انا رسمي عارف ان في فايوليشن اوف بيولوجيكال. بتحصل معانا كتير ساعات، مش في الانتيرور، غالبا في البوستيرور. بيشنت جاي لك ببالب اكسبوجر، وانت عملت الاول فيزيت في الاندو، روحت البيشنت قلت له ما تاكلش حاجه ناشفه، بس هو طبعا ارتاح فايه فكل، فراح كسر لك ايه
حته من التوس، طبعا بيبقى وان وول من التوس نفسها، فبتتكسر فبيطلع معايا جزء من الكراون، بيطلع جزء من الروت. فونس ان في فراكشرد فراجمنت من الروت، معنى كده ان في violation of biological limits. هخلع؟ لا مش هخلع توس، هكمل عادي خالص مفيش مشكله، بس هبقى عامل حسابي ان الحاله دي في السيرفيس اللي حصل فيه violation لازم اعمل ان شاء الله يعني، وانا في الستبس بتاعتي اعمل كراون لينسنينج. حالات الديليد او الالترد باسيف eruption دي بنشوفها كتير الايام دي في العياده عندنا. الحاله دي بتبقى جايه بتشتكي اما من انها عندها جامي سمايل بيور استاتيك بروبلم مفيش اي فانكشنال نيد، او البيشنت جايه تشتكي بالعكس ان انا عندي شورت كلينيكال كراون بس الكلينيكال كراون بتاعها انتاكت، مش زي حاله الاتريشن انا عندي انتاكت انسايزال ايدج. وساعات بتبقى جايه عندها ريستوراتيف نيد، تقول لك انا عايزه اعمل فينير، عندي وايت سبوتس، كانتش كونسيرند بالجامي سمايل اللي عندها او ان الكراونز قصيره، فبالتالي دي حاله عشان اعمل اصلا ريستوريشن كويس لازم اعمل كراون لينسنج. يعني اكيد مش هحط ريستوريشن على كراون قصير زي ده. او لو هي المين كونسيرن بتاعها ان هي تحل مشكله الجامي سمايل او تطول الكراون بتاعها للطول الطبيعي، فهي طبعا محتاجه كراون لينسنج. ودي الحاله اللي دايما بنسمي المانجمنت بتاعها اثاتيك كراون لينسنج. اثاتيك كراون لينسنج لان المين تارجت او الاند ريزلت بتاعتها استاتيك اند ريزلت، هي مش بتدور على فانكشنال بروبلم بتتحل، هي يعني كل مشكلتها استاتيك بيور استاتيك بروبلم. وطبعا في upper anterior region فبالتالي احنا بنتكلم في static end result، بس بتبقى pure static problem مش داخل فيها قوي functional issues زي الحالات السابقه اللي كنا بنتكلم عليها. كذلك البيشنت اللي بيجي لي uneven gingival margin especially في الأبر anterior region، يقول لك انا سناني مش طول بعضها، فانا عايز السنان تبقى طول بعضها، بالذات لو المشكله مثلا في التوث سنترال زي الحاله اللي قدامكم. فحاله زي كده هشوف بقى يعني الحاله دي uneven gingival margin ليه؟ ما ممكن يبقى فيها ريسيشن على فكره، يعني ممكن الموضوع يبقى فيه gingival ريسيشن مثلا هو اللي محتاج يخلي التو تيس ايكوال، يعني مش لازم الموضوع دايما يبقى كراون لينزنج، او ان حصل سوفت تيشو ريسيشن اكسبوزنج مور كلينيكال كراون، والمفروض ان هنا في هيدن بارت اوف ذا كلينيكال كراون، فعشان ارجع الجنجيفال مارجن ات ذا سيم ليفل ساعات ان احتاج ان انا اعمل جنجيفكتومي او كراون لينسنج للادجيسنت توث عشان اظبط الجنجيفال مارجن تو بي ايفن، لان ده اكيد في ابر انتيريور ريجن هياثر على السمايل سيتويشن بتاع البيشنت، فبتبقى ساعات دي بتبقى شكوى العيان، فدي طبعا حاله انديكيتد فور كراون لينسنج فور شور. احيانا الحالات اللي هي بتحتاج كراون لينسنج برضو تلاقي حضرتك مش هتعرف تعمل لها كراون لينسنج، دي غالبا بتبقى الخطوه اللي هي ما ايه ما قبل الاكستراكشن. يعني هي الحاله اوكي عايزه كراون لينسنج بس لازم احسبها صح. يعني ماذا لو انا عملت كراون لينسنج؟ انا بحط خطه مش بشتغل واشوف ايه اللي هيحصل، المفروض بحسبها لها صح عشان اشوف هتنفع ولا مش هتنفع. فمن ضمن الايتمز المهمه جدا اللي ساعات تبقى هي تقول لك هنعمل كراون لينسنج ينفع اوكي اشتغل، عايز كراون لينسنج مش هينفع الدنيا هتبوظ فللاسف هنضطر نفكر في الاكستراكشن، هي الكراون تو روت ريشيو. ايتم مهم جدا، وعشان كده وعشان خاطره هو بالذات بتعمل بريبيكال اكس راي. يعني انا ما ينفعش ابدا حاله سيرجيكال كراون لينسنج فانكشنال كراون لينسنج زي ما بنتكلم النهارده مع بعض ان انا اشتغل كلينيكال، بس انا لازم اشتغل كلينيكال وراديوجرافيك اسسمنت بالذات عشان اشوف الكراون تو روت ريشيو هيتنوا كويس ولا يحصل فيه مشاكل. which crown and which root. طبعا روت عشان اقيس روت يبقى انا طبيعي اعمل اكس راي. طب كراون احنا بنتكلم على الراديوجرافيك كراون. كل توث ليها 3 كراونز: كلينيكال كراون، اناتوميكال كراون، وراديوجرافيك كراون. كلينيكال كراون اللي هو بيبان عندي في الاورال كافيتي اللي انا اقدر اعمل له اسسمنت كلينيكال باي ذا بريدونتال بروب، بقيسه من اول الانسايزال ايدج لحد الجنجيفال مارجن. الاناتوميكال كراون اللي هو المفروض من اول الانسايزال ايدج او القصب تب لحد السيمنتو انامل جانكشن. اما الراديوجرافيك كراون يا دكتور اللي هو من اول القصب تب او الانسايزال ايدج لحد الايه؟ لحد الكريست اوف ذا بون، ده اللي هو الراديوجرافيك كراون، وهو ده اللي احنا بنقيسه في الاكس راي. طيب المفروض الكراون تو روت ريشيو ايديالي 2 ل 3 مللي، سوري انا اسفه 2 ل 3 دي ريشيو فروم 2 to 3، المفروض 2 للكراون و3 للروت. طب احنا عندنا مثلا هنا في الالستريشن دوت نفس التوث ستراكشر نفس الدايمنشن، بس الريشيو اختلفت لان اللي اختلف عندنا هو البون ليفل. وده طبيعي هيحصل معاك لو انت احتجت انك تعمل كراون لينسنج، سبيشالي لو احتجت انك تعمل اوسيس ريدكشن. فانا لو غيرت الليفل اوف ذا بون يبقى انا كده لعبت فين؟ في الكراون تو روت ريشيو. اتس اوكي ان انا اعمل ده بس على شرط ان الريشيو ما تقلش عن 1 to 1. يعني هي البريفربل الاوبتيمم انها تبقى 2 ل 3، 2 للكراون 3 للروت. لكن لو الريشيو دي وصلنا لحد 1 ل1 اكسبتد، لو ابتدت تتقلب بقى يعني عندي الكراون هيبقى اطول من الروت، يبقى الحاله دي يا دكتور تعتبر
نون ريستورابل توث، هتبقى نون ريستورابل توث، يبقى اذا دي هتبقى انديكيتد فور اكستراكشن، وابتدي ادور له على ريستوراتيف ورك او ريستوراتيف اوبشن بديل. عشان كده ساعات يجي لك ريميننج روت ابر كناين، تقول الحاله دي ريميننج روت وموجوده ريميننج، حتى السيرفيس بتاع الكناين عباره عن روت وموجود سبجنجفال، بس الحاله ريستورابل. عشان انتوا عارفين طبعا الكناين ما شاء الله ده يعتبر اطول روت عندنا في الاورال كافيتي، مع الكراون لينسنج اللي حضرتك هتعمله سواء بالاورسو على فكره او بالجراحه، هتجين سم توث ستراكشر بارت تقدر تعمل عليه البيلد اب بتاعك، ويظل جزء كبير من الروت سراوندد ويز بون، فيظل الكراون روت ريشيو اكسبتد، فدي حاله ريستورابل. على عكس كده بقى ريميننج روت مثلا ابر 5 بيبقى اقصر شويه، نفس الريميننج روت بس التوس مختلفه واللينس بتاع الروت مختلف، على الرغم ان هو بريدونتالي ويل سبورتد، بس مجرد ان انت تبتدي تفكر في كراون لينسنج وتحسبها هتلاقي ان الكراون روت ريشيو هيبقى مش مظبوط في حاله زي كده، غالبا في حاله زي كده هتبقى موستلي مش انديكيتد فور كراون لينسنج، فاذا هتضطر انك تعمل اكستراكشن وتبتدي تفكر في ريستوراتيف اوبشن للعيان بديل، سواء امبلانت او كراون او سوري او بريدج او ريموفابل بقى على حسب امكانيه البيشنت. كذلك انت برضو بتبص للتوس نفسها، يعني مش مجرد ان انا هعمل كراون لينسنج وفي سبوريدونتال سبورت كويس، هي ريستورابل ولا لا، ودي حاجه طبعا بتبان كلينيكال وراديوجرافيك. يعني حاله لو زي اللي قدامنا دي، على الرغم من البون ليفل حلو جدا، بس مثلا فيها فوركيشن انفولفمنت، الروتس نفسه في الكيرز تقريبا عامل سيباريشن للروتس، مش بس كده في بيريبيكال ليجن، فانت عشان تعمل تقوم السنه دي وتعمل لها ريستوريشن هي اصلا محتاجه حاجات كتيره جدا، والبروجنوزس بتاع كل مانجمنت بتاع كل حاجه صعب جدا او يكاد يكون هوبلس ما كانش بور، فبالتالي حاله زي كده كريستورابيلتي مش احسن حاجه، فبالتالي دي هي نون ريستورابل توث، فكراون لينسنج يبقى اكستراكشن ونشوف حل بديل. لو المانجمنت بتاع او الكراون لينسنج دوت هيأثر على الاستاتيك، طبعا احنا بنتكلم في upper anterior region، حاله زي كده مثلا لو انا فكرت ان انا هعمل لها سيرجيكال كراون لينسنج، انا كده هخل بالبالانس او الهارموني في الزنس في الجنجفال زينس ليفل بين السنترال والسنترال، ومش بس كده انا جنبي لاترال وجنبي كاناين. طيب حاله زي كده انا لو عملت دوت، لو عملت كراون لينسنج واضطريت ان انا اعمل سوفت شو ريدكشن، انا ممكن اعوضه ببنك بورسلين، اوكي، بس ده برضو مش في اي حاله، زي ما قلنا الحاله دي لازم تبقى مثلا لو ليب لاين عشان البيشنت تبقى اكسبتنج حته البينك بورسلين اللي انا هحطه ده، ان ايفن حتى لو الكلر بتاع البينك بتاع البورسلين ماتشد مع البينك كلر بتاع البيشنت جنجفا، لا يمكن يبقى التكتشر ذا سيم. فعشان كده لو في ميل او في بيشنت فيميل او حتى بيشنت ويز هاي ليب لاين هتبقى نوت اكسبتد. طب حل حاجه زي كده عشان ما بوظش الاستاتيك اعمل ايه؟ اعمل الحل الاحسن اللي هو الاورثودونتيك اكستروجن. طب لو البيشنت رفضت الاكستروجن، يعني اللي هي القابله بالبينك بورسلين وهيبقى بالنسبه لها فعلا مش احسن حاجه كاثاتيك، ومش عايزه تعمل اورثودونتيك اكستروجن، مش عايزه، ما عندهاش فلوس او ما عندهاش وقت او خلاص، يبقى بنتكلم في ايه؟ اكستراكشن، ونبتدي ندور على حل بديل. فما ينفعش ان انا اصلح حاجه وابوظ حاجات ثانيه. اوكي، فبرضه دي من الحاجات تو بي كونسيدرد لما اجي احط خطه علاجي للحاله. كمان السبيس بتاع الكراون، يعني انا بعمل كراون لينسنج عشان اعمل ريستوريشن، عايزه اعمل ريستور للميسنج كورونال بارت. طب يا ترى الميسد كورونال بارت الفتره ده ما اثرش على البالانس بتاع الاوكلوجن؟ ما حصلش اوفر ايربشن من الاوبوزد توث؟ ما حصلش شيفت او دريفت من الادجيسنت توث؟ فحصل كولابس عندي للريستوراتيف سبيس ميزيو ديستال وايبيكو كورونال؟ طبعا لو ده حصل يبقى قبل ما اعمل دوت انا محتاجه اعمل اورسو عشان اجين السميث سبيس. وحتى لو البيشنت رفض الاورسو وعملنا اكستراكشن للتوث، برضو عشان يعمل ريستوراتيف ورك بعد كده لازم الامبالانس في الاوكلوجن ده يتصلح، والا هيتحط الريستوريشن الجديد في تروماتيك اوكلوجن سواء بقى بريدج او حتى هيتعمل امبلانت بعد كده. البيشنت سيء الحظ، سيء الحظ ليه؟ احتاج يعمل كراون لينسنج في مولر في هاي فوركيشن. هاي فوركيشن يعني عنده شورت ترانك، المفروض الافريج لينس بتاع الترانك في المولرز 3 to 4 ملم، شايفين انا في حاله زي كده الترانك لينس تقريبا ملي، ما جابش 2 مللي بالعافيه يعني. هو الحالات دي مش محتاجه كراون لينسنج، بس انا بوري لحضراتكم شكل الشورت ترانك بعمل ازاي. فده يعتبر ترانك مش طبيعي، فيري شورت، المفروض احنا قلنا مينيمم 3 ل 4، فده بتاع ملي او 2. فده لو حظه في يوم من الايام محتاج انه يعمل كراون لينسنج، فانا حاجه احط الفينش لاين، ما هو مش على الكراون، هحطه على الروت. فين الروت بقى؟ الترانك يا دوب ملي وتلاقي نفسك فين؟ في الفوركيشن اريا. فالحاله ما فيهاش فوركيشن انفولفمنت، احنا هنعمل لها فوركيشن انفولفمنت. فطبعا دي حاله بتبقى صعب جدا او تكاد تكون مش انديكيتد فور كراون لينسنج نتيجه الاناتوميكال فاريشن اللي موجوده في الحاله، ان هو عنده هاي فوركيشن او
شورت ترانك. فلو لا قدر الله احتاج كراون لينسنج مش هيبقى من الحالات الانديكيتد، هو بقى مينلي انديكيتد فور اكستراكشن، ونشوف اوبشن تاني تو ريستور الميسنج سبيس. الخطوات بقى اللي احنا المفروض ناخدها عشان نعمل كراون لينسنج ايه؟ احنا عندنا طريقتين، يعني ابدا الاول بالكراون لينسنج وبعدين اعمل الريستوراتيف وورك، ولا ابتدي بالريستوراتيف وورك وبعدين اعمل كراون لينسنج. هي بتبقى كيس باي كيس، يعني ملهاش طريق واحد، بتختلف من حاله لحاله. بس الاحسن الاوبتيمم لو تقدر تبدا تخلص كل الريستوراتيف ستيبس الاول، لو ده فالid بالنسبه لك في الحاله ده الاحسن بالظبط يعني في الحالات. لان انا عندي كيرز، انا عندي انفكشن، انا عندي انفلاميشن، انا عندي بلاك كنترول محتاجه اعمله للعيانه، عايزه احسن الهايجين، واكيد اللي عندي مش جاي فله، يعني اكيد في مشكله في الهايجين، في مشكله في الكيرز انسيدنس عنده، في مشكله في الكيرز والبلاك اكيوميليشن والفود انفكشن في التوس اللي فيها مشكله. فانا لما اقدر اشيل السورس اوف انفكشن اللي موجود على مستوى التوس واحسن الهايجين، هيبقى بعد كده السيرجيكال مانجمنت بتاعتي هتبقى الريزلت بتاعته افضل واحسن. عشان كده ده الاوبتيمم. لكن في بعض الحالات انا اصلا مش عارفه اعمل ريستوريشن، يعني انا عندي التوس نفسها موجوده سب جنجبل، فلا عارفه احط باند، ولا عارفه احط ماتريكس، ولا عارفه اعمل ايزوليشن. فانا في حالات ثانيه هضطر ان انا ابدا السيرجيكال كراون لينسنج، وبعد كده بعد ما اعمله ليتر اون ابتدي اعمل الريستوراتيف وورك. ولكن زي ما اتفقنا لو قدرت تعمل العكس، التوس موفره لك الظروف ان انت تقدر تبتدي الاول بالريستوراتيف وورك، ده يعتبر التوس. فطبعا تعمل الاول الايفالويشن بتاعك زي ما مكتوب قدامكم كده في السلايد، كلينيكال وراديوجرافيك، ابتدي اعمل ريموفال للكيرس، ابتدي احط الريستوريشن بتاعي، ابتدي كمان لو حاله محتاجه اندايركت ريستوريشن اعمل التمبري ريستوريشن. مرحله التمبرايزيشن في حاله زي كده بتبقى مهمه جدا وانس ان حضرتك انتندد ان انت تعمل سيرجيكال كراون لينسنج، لان احنا مش هنعمل سيرجيكال كراون لينسنج ونعمل فاينل ريستوريشن على طول. احنا هنعرف كمان شويه ان لا، بيبقى في تايم زون كده، لازم تدي فرصه للتيشو ان يحصل لها ستابلايزيشن وماتوريشن، وعلى اساسها تبتدي تعمل الفاينل ريستوريشن للكيس. طب في المرحله الانتقاليه دي انا محتاجه تمبري ريستوريشن، محتاجه تمبري كراون عشان على الاقل اكت از فيرتيكال ستوب، عشان ما يحصلش اوفر ايربشن او تلتنج للادجيسنت تيس، تقفل لي او تقلل الريستوراتيف سبيس بتاع الكراون بتاعي، الفاينل كراون بتاعي. محتاجاه كمان عشان يبتدي يهيئ الجنجفه والامرجنسي بروفايل حواليا يبقى احسن. محتاجه ان هو يسهل عمليه الهايجين على البيشنت، ان يبتدي حتى somehow يبتدي يعمل فانكشن على المكان دوت، يبتدي يعمل براشنج ويبتدي يتعود على الهايجين والصح، ويبتدي يستخدم الفرشه بطريقه صحيحه، بحيث ان انا بمهد الدنيا عشان بعد كده لما اعمل السيرجيكال كراون لينسنج، ومهد الدنيا عشان لما اعمل الفاينل ريستوريشن الدنيا تبقى مظبوطه وجاهزه للفاينل ديليفري للفاينل كراون للبيشنت بتاعي. انا عشان اعمل كراون لينسنج احنا عايزين بقى ندخل على الخطوات بقى. احنا خلاص موستلي عرفنا محتاجين نعمل ايه، ونعمل ايه لمين، وامتى ما اقدرش اعمل كراون لينسنج، والايتمز اللي اعمل لها ايفالويشن. نعرف بقى التكنيكس اللي احنا نقدر نستخدمها فور سيرجيكال كراون لينسنج. احنا عندنا حاجتين، يا اما بنعمل سوفت تيشو كراون لينسنج، يا اما بنعمل هارد تيشو كراون لينسنج. كلمه سوفت وهارد كلام يدل على الانسجه اللي هنشتغل عليها. سوفت تيشو كراون لينسنج انا بشتغل على الجنجفال ليفل فقط، اما هارد تيشو كراون لينسنج انا هشتغل على البون. وطبعا عشان اشتغل على البون موستلي انا هعمل فلاب. طيب سوفت تيشو كراون لينسنج قدامك يا دكتور طريقتين فور كراون لينسنج سوفت تيشو، يا اما بعمل جنجفكتومي، يا اما بعمل حاجه اسمها ايبيكالي بوزيشن فلاب. احنا من شويه صغيرين قلنا ايه اللي بيحدد لنا امتى استخدم ايه. احنا قلنا انا الحاله اللي جايه لي محتاجه ان انا محتاجه ان انا اعمل لها كراون لينسنج، هعمل ايفالويشن للكراتيناي جنجفه بتاعتها، واشوف الاماونت اوف كراتيناي جنجفه قد ايه، واشوف انا محتاجه اطول الكراون ده سوفت تيشو قد ايه، محتاجه اعمل ريدكشن او ريموفال او ديسبليسمنت للجنجفه ايبيكالي قد ايه. فعلى حسب حسبتي انا محتاجه اعمل سوفت تيشو كراون لينسنج كام، واعمل لها سبتراكشن من الفول اماونت او من الهول اماونت اوف كراتيناي جنجفه، وعلى اساسها اشوف هيتبقى لي قد ايه. والله اتبقى 3 مللي او اكتر، يبقى ساعتها انا ممكن اعمل جنجفكتومي. لقيت ان هيتبقى عندي اقل من 3 مللي يا دكتور، يبقى ساعتها الاوبشن اللي قدامي فور سوفت تيشو كراون لينسنج ان انا اعمل ايبيكالي ريبوزيشن فلاب. عايزين بقى نعرف ده بيتعمل ازاي وده بيتعمل ازاي، نتكلم عنه كمان شويه. اما بالنسبه للهارد تيشو كراون لينسنج هضطر افتح فلاب عشان اعمل اوسس ريدكشن، وده اكيد علشان انت هتعمل violation of biological needs، او بلاش انت عشان ما تزعلش، الكيرز يا سيدي او الريستوراتيف نيد بتاعه الحاله محتاجه ان احنا نجو ديب
هندخل ننزل ايبيكال اكتر، ممكن لدرجه ان احنا نوصل على الروت ليفل. فوانس ان انا ده هيسبب فايوليشن اوف بيولوجيكال ويدث، والكراود روت ريشيو يسمح عني ان انا اعمل اوسس ريدكشن عشان اجيب مكان جديد، عشان يحصل ري استابلشمنت للبيولوجيكال ويدث على المكان الجديد ايبيكالي على الروت. اتس اوكي جدا ان انت تشيل بون، بشيل بون لمصلحه البون، ما هو بدل ما يحصل له لوس او ريزوربشن باي فايوليشن، لا انا بايدي كده اجيبه وهو هيلثي وانزله المكان ايبيكال هيلثي عشان يتنوا محتفظ بنفس الليفل بتاعه الثابت، ويحصل ري اورجنايزيشن للبيولوجيكال ويدث على الليفل الجديد بتاع الروت، بحيث ان انا الريستوريشن بتاعي يبقى كويس، مش عامل فايوليشن، والبريدونشن بتاع البيشنت ستيل ان جود هيلثي ستيبل كونديشن. طب جنجيفكتومي، عشان اعمل جنجيفكتومي مثلا ايه الايتم الاساسي اللي انا بعمل له ايفالويشن؟ اول حاجه بعمل ايفالويشن للسيلكس ديبس، ده ايزي ان انا اعمل له ايفالويشن زي ما اتفقنا بالبريدونتال بروب، لا بيولوجيكال ويتس ولا حاجه، انا بدخل باسفلي واشوف السيلكس ديبس عندي قد، واحنا قلنا ان السيلكس ديبس عندنا فاريبل يختلف من شخص للتاني، الشخص نفسه عنده ديفرنت سيلكس ديبس فور ايتش توث، مش عايزه اقول لك فور ايتش توث، فور ايتش اسبيكت اوف ذا سيم توث، فعشان كده كل سنه ليها من كل اسبكت لكل توث لازم اقيس السيلكس ديبس بتاعه قد ايه، وانس ان انا محتاجه اعمل او هستخدم ريستوريشن، الفينش لاين بتاعه او المارجن بتاعه هيبقى موجود سبجنج. فمثلا لو عندنا الرول رقم 1، احنا عندنا هنا 3 رولز بنطبقهم على حسب الدبس اوف ذا سالكس. لو عندي السالكس دبس ملي ونص او اقل، يعني انت عندك من نص الملي ونص، نص ملي، ملي ونص، ده يعتبر شالو سالكس. فانت حضرتك هنا allowed ان انت تحط الفينش لاين بتاعك او المارجن اوف ذا ريستوريشن يبقى موجود سبجنجفال نص ملي. لو انت عندك ده كويس للحاله بتاعتك، انت اللي محتاج تعمل كراول لينسنج لا سوفت ولا هارد، انت كده زي الفل، حط الفينش لاين بتاعك سبجنجفال نص ملي، انت كده تمام، بعيد عن البيزو سالكس ومالكش علاقه خالص بالبيولوجيكال. طيب لو لقينا ان السالكس ديبس عندي لا اعمق شويه، يعني اكتر من 1.5، يعني من 1.5 ل 2 مللي، ده يعتبر الى حد ما يعني مش شالو سالكس، نعتبر دخلنا في الايه، في الديب سالكس. حاله زي كده انا لو عايزه احط الريستوريشن بتاعي نص مللي سبجنجفال، انت تمام. طب لو انا محتاجه احطه ايبيكال شويه عشان اجيب ريتنتيف فورم، او عشان الفيرل، او عشان انا عايزه انزل بالجنجفال مارجن مور سبجنجفال عشان عندي سيمبايوتايب فخايف يحصل ريسيشن لو حطيته شالو شويه، اتس اوكي، انت allowed ان انت تحط الفينش لاين بتاعك لحد نص السالكس ديبس. يعني عندك السالكس ديبس يا دكتور 1.5 مللي، يعني ممكن احطه على بعد من نص up to 1 ملم سبجنجفال، مفيش مشكله. ولكن لو انا عندي السالكس ديبس يا دكتور 3 مللي، يعني او معنى صح من 2 ل 3 مللي، ده اعمق سالكس ممكن حضرتك تشوفه، يعني 2 ل 3 مللي، ده فيري ديب سالكس. طب ما ده حلو ده، يعني انا لو حبيت احط مثلا الفينش لاين بتاعي 2 مللي ولا 2.5 مللي، ده انا عندي مسافه حلوه اهو، ومش لازم بقى اعمل كراول لينسنج ولا جنجيفيكتومي ولا اي حاجه. بس تعالى كده تخيل معايا ان انت حاطط فينش لاين سبجنجفال 2 مللي، البيشنت يقدر يعمل كليننج للمارجن ده ازاي؟ صعب جدا، مستحيل. احنا بنتكلم كمان مش بروكسيمال، انا بكلمك مينلي بكر او حاجه مثلا زي فينير او فول كراون. بيشنت عشان يعمل كليننج للمكان ده لا هيعرف يعمله لا بفرشه ولا حتى بووتر فلوسر، لان كل ما الفينش لاين يبقى ديبر او مور ايبيكال كل ما الكليننج بتاعه يبقى اصعب. ومهما تكون عامل فينش لاين حلو وعامل مارجن فرستريشن ويل ادابتد، برضه في مايكرو جاب، وهي المايكرو اورجانيزم مش عايزه حاجه اكبر من مايكرو جاب عشان تعيش حياتها وتبقى بيزك وتعمل كل اللي هي عايزاه. فبالتالي من مصلحه الريستوريشن دوت او من مصلحه البيشنت ان الريستوريشن ده ما يبقاش تو ديب سبجنجفال بالمنظر دوت. فعشان كده انت عندك ديب سالكس ومحتاج ان انت تجو ديبر عشان يبقى عندك ريتيرن تو فورم، او زي ما قلنا مثلا محتاج تو جين فيرل، فانت محتاج تنزل سبجنجفال. حلو، بس انا بقى هعمل ايه بقى؟ مضطر ان انا اعمل شالونج للسالكس ده بحيث ان انا اخد المستين اللي انا عايزاهم. هحط المارجن بتاعي سبجنجفال ديب زي ما انا عايز، بس هخلي الجنجفال مارجن نفسه شالور بحيث ان انا اوصل بشالو سالكس ديبس، وفي نفس الوقت انا استغليت الدبس الكبير دوت ان انا عرفت احط فيه او احط عنده الفينش لاين بتاعي او المارجن بتاع الريستوريشن في المكان اللي انا محتاجه. في حاله زي كده دي الحالات اللي بتحتاج منك انك تعمل سوفت تيشو كراول لينسنج، ان حضرتك تعمل جنجيفكتومي. هقلل السالكس ديبس اللي هو ديب اللي هو اكتر من 2 مللي اباوت 3 ملم، هخليه يا دكتور ايه؟ شالو سالكس، هخليه 1 او 1.5 مللي. وانا المسافه دي هستغلها ان انا احط الفينش لاين بتاعي او المارجن بتاع الريستوريشن بتاعي مور ايبيكال، فبالتالي اخد مور ريتنتيف فورم. بس بقى هلتزم بالقاعده بتاعه رول 1 اللي هي بتاعه الشالو سالكس، ان انا احط الفينش لاين بتاعي نص مللي سب.
مثلا حاله زي كده مثلا واضح ان هو كلينيكال كراونز، نجيب الحاله، كلينيكال كراون قصير قوي، حتى واضح من الكراونز نفسها، وكمان حصل somehow recession، فبقى عندك حتى الفينش لاين ظاهر سوبرا جينجفال في upper anterior region static zone، طبعا مش احسن حاجه، وكمان الجزء الاكسبوزد هنا من الكراون لايبل فور ان لا قدر الله يحصل كيريز او فاستاتيك وفانكشنال مش احسن حاجه. فحاله زي كده محتاج انك تغير الكراونز بتاعتها. الحاله دي كان الكراونز بعد ما الكراونز اتشالت الكراون از تو شورت، فما فيش ريتنشن فورم، ما فيش ريتنتيف فورم زي ما حضراتكم شايفين. فدي حاله محتاجه ان انت تعدل البريباريشن وتخلي الفينش لاين لوكيشن مور ايبيكال. طيب انا هنزل مور ايبيكال عند السالكس، يا ترى السالكس ديبس هنا كام؟ السالكس ديبس هنا ديب، السالكس ديبس هنا about 3 ملم. فاذا انت محتاج ان انت تبين مور ريتنتيف فورم سبجنجفال، وفي حاله زي كده انت ممكن تنزل ملي او 2 او حسب بقى انت محتاج تطول الكراون قد ايه. وعندي ديب سالكس، بس زي ما اتفقنا انا مش هنزل ايبيكال بالفينش لاين بتاعي واسيب السالكس بنفس الدبس، والا البيشنت هيبقى عنده مشكله كبيره ان هو تو مينتين هايجين بشكل جيد، وهيبقى مع الوقت في القريب العاجل زي ما بيقولوا يبتدي يحصل عندي مشاكل اقلها الجنجيفايتس. ففي حاله زي كده انا عندي اوبشن حلو جدا، انا اقدر اعمل البريبريشن بتاعي مور ايبيكال، وفي نفس الوقت يا دكتور اقدر اقلل السالكس دبس. فهبتدي اعمل الحاله دي جنجيفكتومي. جنجيفكتومي حضرتك ممكن عندك كذا تول تاع فور جنجيفكتومي، انا ممكن استخدم البليت، ممكن استخدم الالكتروسيرجري، ممكن استخدم السوفت تيشو ليزر. والله يا دكتور التول المتاحه اكيد مش البير، يعني اكيد مش هعرف اعمل شارب كلين كات في حاله زي كده ببير. عشان كده اختار التول اللي تريحك، اللي تقدر ترتاح بيها وتطلع شغل كويس، يا اما البليت غالبا 15 او 15 سي، يا اما السوفت تيشو ليزر لو دي تول افيلبل عندك في العياده، يا اما الالكتروسيرجري. كلهم كويسين، يعني مش هقول لك في حد احسن من حد، والله المتاح عندك اللي البيشنت يقدر يتحمل الكوست بتاعه حضرتك تقدر تعمل بيه جنجيفكتومي. exposing to structure، خلت عندك سالكس ديبس شالور عن اللي كان ديب سالكس اللي موجود، وده المفروض الافضل حاجه اللي هو من ملي لملي ونص. وحضرتك تبتدي تعدل البريباريشن بتاعك وتبتدي تنزله مور ايبيكال، ويبقى عندك ريتنتيف فورم كويس. تحط بقى الفينش لاين بتاعك في زون زي دي، يا اما ايكوي جنجفال يا اما سب جنجفال، والله على حسب المتاح. بس السب جنجفال احنا اتفقنا هيبقى بعد ما السالكس ديبس قل اللي بقى شاله من 1 ل 1.5 ملي، المفروض حضرتك ما تنزلش ايبيكال عن نص ملي سب جنجفال. في حاله زي كده وانت عامل جنجيفكتومي ما ينفعش اعمل فاينل ريستوريشن، انت برضو عملت ميكانيكال هيتنج للجنجفا بالبليت او ثيرمال بالالكتروسيرجي او بالليزر، فانا محتاجه ادي وقت للسوفت تيشو ستابيليتي. في المرحله دي هيبقى بوست سيرجيكال ايميديتلي حضرتك هتبقى عامل تمبرايزيشن، تمبري كراون محطوط، مش حتى سب جنجفال، محطوط ايكوي جنجفال او سوبرا جنجفال، بتدي برضه فرصه للسوفت تيشو ان هي تعمل يحصل لها ساتيسفايد هيلينج، ان يحصل لها somehow ريباوند لو هي محتاجه تعمل ده. وده هسيبه كتمبري ريستوريشن او مرحله تمبرايزيشن from 4 to 6 weeks، من شهر لشهر ونص في مرحله من التركيب المؤقت. يبقى كده هيبقى عندي ستيبل ليفل من الجنجفال مارجن، على اساسه اشيل بقى التمبري كراون. حتى انا ممكن اعدل الفينش لاين لوكيشن بتاعي، وبعد كده اخد امبريشن فور فاينل ريستوريشن، بحيث ان الفاينل ريستوريشن او المارجن بتاع الريستوريشن بتاعي مش هيتغير بعد كده على اللونج تيرم. طيب ده بالنسبه للجنجيفكتومي. طب امتى احتاج اعمل ايبيكالي بوزيشن فلاب؟ احنا اتفقنا بقى انت محتاج حاله زي مثلا اللي فاتت دي، لو انا عندي الويتس اوف اتاتشد جنجفا او الويتس اوف جنجفا هيبقى اقل من 3 مللي لو انا عملت جنجيفكتومي. طب انا عايزه اعمل كراون لينسنج في حاله زي كده، مش جنجيفكتومي بقى عشان ما تبوظش الدنيا. يبقى انا هبدا من الاول كده، بدايه هعمل ايبيكالي بوزيشن فلاب. من اسمه انا هعمل فلاب لان انا انتندد ان انا احرك الجنجفا ان ايبيكال بوزيشن، ان ايبيكال بوزيشن تو اكسبوز كراون لينس، عشان ابتدي اعمل البريباريشن بتاعي وعشان ابتدي احط الريستوريشن بتاعي في ريتنتيف فورم وفي اريا بريدونتالي فريندلي، ما يبقاش فيه اي مشاكل. فهعمل فلاب. الفلاب ده بيبقى الديزاين بتاعه بنعمل هوريزونتال سيركولار انسيجن، وبنعمل يا دكتور 2 فيرتيكال انسيجنز، ده عشان توس او 2 او 3. كل ما هيبقى عندي الاريا اللي بعمل فيها كراون لينسنج انكلودينج مور تيس،
كل ما هيبقى عندي اوبشن ان انا اقلل استخدامي للفيرتيكال انسيجن. يعني انا امتى زي الديزاين اللي قدامك ده اعمل 2 فيرتيكال انسيجنز اب تو 3 تيس. لو انا هحتاج ان انا اعمل كراون لينسنج فور مور دنتيشن، انا ممكن ما استخدمش كل النمبر اوف انسيجنز دي، هستخدم هوريزونتال سيركلر انسيجن 1 vertical incision. او لو الموضوع including say مثلا quadrant from canine to canine، انا ممكن اصلا ما استخدمش vertical incision خالص، هعمل horizontal circular incision without any vertical incision. بس هيبقى طريقه الاليفيشن بتاعتي ان انا لازم اعمل flap elevation including الكيراتيناي جينجيفا اللي هي المفروض هتبقى ليميتد عندي في الحاله دي، وجزء من الالفلر ميكوزا، وده اللي هنا شايفينه موجود عندي في الاكستنشن بتاع الفيرتيكال انسيجن. انت عشان تحرك الفلاب ايبيكال يا دكتور محتاج تعمل ايه؟ محتاج احرك الفلاب ايبيكال باستخدام قوه المصل اللي موجوده عندي في الالفلر ميكوزا. يعني الجزء بتاع البينك ده اللي هو المفروض الجنجيفا، والجزء اللي هو داركر شويه ده في الالستريشن اللي قدامك ده ان هو المفروض الالفلر ميكوزا، دي اللي فيها المصل، هي دي اللي هتبتدي تساعدني ان انا اعمل ايبيكال ديسبليسمنت للفلاب ايبيكالي without الفيرتيكال انسيجن without الاليفيشن في الليفل بتاع الالفلر ميكوزا. صعب جدا ان انا احرك الفلاب ايبيكال ويفضل ايبيكال، لان الجنجيفا زي ما حضراتكم عارفين مش كومبريسبل تيشو، هي عامله زي الكاوتش كده، فهي حاجه مش فليكسبل بس مش ستريتشبل ومش كومبريسبل. الفليكسبل تيشو عندي ستريتشبل وكومبريسبل هي الالفلر ميكوزا، فلازم الفلاب بتاعي اللي هرفعه مش هيبقى بس including الجنجيفال بارت بتاع التيشو بتاعتي، انا محتاجه كمان ان انا ارفع جزء من الالفلر ميكوزا، جزء المصل اللي موجود فيها هو اللي هيساعد لي على الايبيكال بول بتاع الجنجيفا، وابتدي اعمل ادابتيشن للفلاب بتاعي الايبيكال بوزيشن. انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت الكراون لينسنج. الجنجيفا ما حصلهاش ريدكشن، انا شلت او حركت كل الاماونت، وفي الليميتد اماونت او ليميتد زون اوف جنجيفا عملت لها ديسبليسمنت ايبيكالي، فانا اخدت التارجتس اللي انا عايزاه، كل التارجتس حافظت على الاماونت اوف جنجيفا القليله اللي موجوده، ما قلتش ما بقتش ديفيشنت، وفي نفس الوقت عملت كراون لينسنج. وطبعا الفراغات اللي قدامك دي كلها هتبقى كومبنسيتد ويز ريستوريشن، ما انا بعمل ده عشان اعمل ريستوراتيف وورك، فبالتالي حافظت على الجنجيفا ما قلتش منها ما خليتهاش ديفيشنت، وفي نفس الوقت لينسنج للكراون واقدر اعمل الريستوراتيف وورك بتاعي. واي ميسنج بينك كلر ممكن اعوضه ببورسلين بدل انا مش في استاتيك زون. وانس ان انا عملت فلاب وابتديت احركه ايبيكال، لازم اعمل سوفت تيشو كليرنس من على الروت سيرفيس. يعني السوفت تيشو ده الاول كان اتاتشد كرونال، وانا عملت فلاب وهعمل له ديسبليسمنت ايبيكال، فطبيعي ان يبقى في بعض الفايبرز بالذات البريدونتال ليجامنت فايبرز اللي هي اتاتشد على الكراول على الروت ليفل اللي كان السوفت تيشو اتاتشد عليه. فساعات الكراول لينثنينج اكيد تسمعوا ان ساعات بيحصل ريباوند او بيحصل ريلابس. يعني ازاي انا احرك تيشو كرون ايبيكال ترجع كرونال مره ثانيه؟ لان انا عندي هيلث تيشو فايبرس تيشو اتاتشد على روت سيرفيس كلين ما فيهوش اي مشاكل. فانا من ضمن الحاجات او من ضمن الخطوات اللي حضرتك لازم تبقى حريص عليها وانس ان انت عملت فلاب، سواء ايبيكالي ديسبليسد فلاب او الام ديسبليسد فلاب اللي هنشوفه كمان شويه، وانس ان انا عملت فلاب اكسبوزنج بون اند روت، اي سوفت تيشو على الروت ليفل انا هانتندد ان انا اعمل له ريدكشن بان انا بستخدم كيوريت او سكيلر او حتى بير عشان اعمل كليرنس، عشان ما يحصلش او ده يقلل من اللايبيلتي ان يحصل ريباوند او ريلابس مره ثانيه. انا بحرك التيشو ايبيكال اكيد يعني مش عايزاها ترجع مره ثانيه كرونال، فبالتالي ما بسيبش اي اثر ليها على الروت سيرفيس عشان ما يحصلهاش ريكارنس او ريباوند او ريلابس مره ثانيه. احيانا بنحتاج نعمل حاجه اسمها اندسبليسد فلاب. الاندسبليسد فلاب من اسمه هي حاجه بحتاج اعملها في حالات الاوسس ريدكشن. انا المره دي بقى هعمل هارد تيشو كراون لينسنج، فانا محتاجه ان انا اعمل اوسس ريدكشن، فاكيد مش هعمل جنجيفكتومي تمام، بس برضو مش محتاجه اعمل ايبيكالي ديسبليسد فلاب. يعني حاله زي اللي قدام حضرتك دي، انتوا طبعا يعني لو جينا بصينا على الجنجفه ده بدايه الجنجفه ودي النهايه بتاعتها، نهايتها اللي هي الديسكلريشن اللي قدامنا ده مش انت عنده ريشال بيجمنتيشن او سوري اسفه هيفي سموكر. فبالتالي حاله زي كده لو انت حضرتك هتعمل لها ايبيكالي ديسبليسد فلاب، انا هحرك الجنجفه دي كلها ايبيكالي ازاي؟ مستحيل. ما هو برضه خلي بالك انا بعمل ايبيكالي بوزيشن فلاب للبيشنت عنده ليتل اماونت اوف جنجفه، فالبيشنت اللي عنده sufficient more than sufficient amount of gingiva صعب ان انا اعمل له ايبيكالي ديسبليسد فلاب. في حاله زي كده المفروض يعني لو انا عايزه اعمل كراون لينسنج اعمل لها جنجيفكتومي، بس احنا اتفقنا حاله انا محتاجه اعمل لها اوسس ريدكشن، الحاله دي محتاجه اوسس ريدكشن وهنقول ليه، فبالتالي انا لازم اعمل فلاب. فانا هنا مش هعرف اعمل ايبيكالي بوزيشن فلاب،
وبرده جنجيفكتومي لوحدها مش هتنفع لان انا محتاجه اعمل اوسس ريدكشن. فاللي بيتعمل هنا بيبقى فلاب بس اسمه undisplaced flap. undisplaced flap. طيب خلونا قبل ما نتكلم على undisplaced flap كخطوات، الحاله دي تعالوا نناقشها كده مع بعض. الحاله دي upper anterior region central canine. حلو. واضح جدا في الاوكلوجن ان الاسنان دي فيها اوفر ايربشن. الحاله دي فيها ميزد كراونز واقعه، بيشنت طنش، فابتدى يحصل لدكاتره اوفر ايربشن. السنان ابتدت تطول لدرجه ان البوستات نفسها عامله اوكلوجن تحت. يعني انت لو ابتديت تعمل بيلد اب وبدأت تحط الكراونز، اصلا الكراونات دي مش هتعرف تقفل. وبعدين بصوا على اثر الاوفر ايربشن. شايفين هنا الجنجبال مارجن، الجنجبال زينس ليفل بتاع السنترال والسنترال في ليفل معكوس مع اللاترال والكانال. المفروض ان السنترال فينس ليفل بيبقى مع نفس الايه؟ مع نفس الكاناين، والمفروض ان اللاترال بيبقى 1 ملي كورونا. لا احنا عندنا الدنيا هنا معكوسه، احنا عندنا التو سنترالز اصلا موجودين ان مور كورونال بوزيشن عن اللاترال وعن الكاناين. ده نتيجه ايه؟ ده طبعا دي حاجه مش طبيعيه، ده نتيجه الاوفر ايربشن اللي حصل للحاله دي، نتيجه الايه؟ الميسنج فيرتيكال ستوب، نتيجه ان الكراونز واقعه بقى لها فتره وما اتحطتش. واحنا طبعا عارفين ان الاوفر ايربشن ده ملوش كبير، ملوش رول. انت ممكن يبقى عندك بيشنت خالع بقاله 10 سنين مش مركب حاجه اوبوزد للدنتيشن مثلا في ابر وخالع لور، وما شاء الله السنه ما اتحركتش ملي من مكانها. وساعات حالات تبقى انت عامل بريباريشن لكراون وكسلت تحط تمبري كراون، وهتعمل ديليفري بعد مثلا يومين او 3 ايام، يجي البيشنت يجي لك التكنيشن ويجيب لك الفاينل ريستوريشن، تيجي تحط الكراون مش راضي يقفل. ليه؟ عشان حصل شويه ايه؟ شويه اوفر ايربشن. فدي حاله تيبيكال اوفر ايربشن، حاجه جميله يعني. كراونز حصل، سوري، توس حصل لها اوفر ايربشن. اوفر ايربشن لما بيحصل السنه ما بتتحركش لوحدها، السنه بتتحرك ومعاها السراوندنج بريدونشن بتاعها، بتتحرك بالبون وبالسوفت تيشو زي ما حضراتكم شايفين. فعشان كده الحاله دي فانكشنال واستاتيك. فانكشنال لان طبعا انت عندك هنا في بدل ديستراكتد توز، في كيرز، في بوستات عايزه تتظبط، في اكس راي عايز تتعمل تشوف الريستوريشن ده اصلا والفيلنج بتاعها كويس ولا لا. انت كمان عندك استاتيك كونسيرن، انت عندك هنا الجنجفال فينس ليفل مش مظبوط. فانت حتى لو اكتفيت بان انت ترفع فلاب عادي وتعمل اوسس ريدكشن وتعمل الريستوريشن بتاعك، هيبقى برضه السند ريزلت مش احسن حاجه. فانت هنا عشان تارجت ان انت تعمل ريستور static and function. فبالتالي احنا هنبتدي نعمل هنا الفلاب الصح، المفروض يعمل لي بون اكسبوجر عشان اعمل اوسس ريدكشن صحيح. لان تخيل معايا هنا حاله زي كده، انت عندك مزد، في عندك ريمينينج كيرز، عندك ريزيدوال كيرز، عندك طبعا لاك اوف فيرل. انا عشان تجيب فيرل في حاله زي كده انت هتنزل سبجنجفال بشكل محترم، فبالتالي فور شور انت هتعمل فايوليشن للبيولوجيكال وودز. كمان انت عندك مشكله زي ما اتفقنا في الجنجفال زينس ليفل، فبالتالي كل ده should be corrected. فالاندسبليد فلاب يا دكاتره بتتعمل ازاي؟ بتتعمل ب 3 انسيجن لاينز. اول انسيجن لاين احنا لو تقدر تعمل ريستوراتيف ورك مع الريستوريشن، دي الحاجه الوحيده اللي بتتاكد يبقى احسن حاجه. شيل الكيرز، اعمل البيلد اب بتاعك، ظبط كل حاجه، تبقى واقفه بس على الفاينل ريستوريشن. ويا سلام لو انت تبقى عامل كمان تمبر كراون عشان يساعد على الاستابلايزيشن اوف سوفت تيشو هيلينج بوست سيرجيكال. عشان اعمل اندسبليسد فلاب يا دكتور، اول لاين اوف انسيجن حاجه اسمها انترنال بيفل انسيجن. كاني بعمل جنجيفكتومي، بس الانترنال بيفل انسيجن بيبقى الدايركشن في كاتنج مختلف. اكسترنال البيفل انسيجن تورد 45 ديجري، لكن الانترنال بيفل اسمه اندسبليسد فلاب. فانا بعمل بيفل انسيجن بس المره دي البيفل بيبقى ستريت، بيبقى ناحيه الروت او الايبكس، فده اسمه internal beveled incision. والبيفل انسيجن عشان عندي جنجفال مارجن يبقى الثيكنس بتاعه ريزونبل، ما يبقاش فيري ثيك لو انا عملت الانسيجن بتاعي ات رايت انجل. يبقى ده انسيجن اتعمل اكسترنالي على الاكسترنال سيرفيس بتاع الجنجفا، بس اتجاه البيفل بتاع الانسيجن بتاعي يبقى تورد الروت، فعشان كده اسمه internal bevel incision. الستيب الثانيه هتعمل حاجه اسمها سالكولار انسيجن. يبقى انا بعد ما عملت الانترنال بيفل انسيجن داخليا هدخل بالبليت بتاعي وابتدي اعمل سالكولار انسيجن، كاني بعمل ويدجنج انسيجن. رقم 3 هعمل حاجه اسمها انتردنت. نعم معلش انا المقاطعه، انا اسف، استاذنك بس التكنيك ده عشان الصوت قطع فيه شويه. معلش ممكن بس لو نعيده من اول الانسيجن الاولاني. حاضر، اوكي تمام. معلش اسفين جدا يا دكتور.
لا ولا يهمك حضرتك، كويس انك قلت لي، انا مش عارفه. طيب نبدا الديزاين تاني يا دكتور. احنا اتفقنا ان احنا ابدا. الصوت تمام؟ كده تمام يا دكتور، اتفضلي. طيب اوكي. اتفقنا ان احنا هنعمل هنا undisplaced flap، ده اسمه undisplaced flap عشان اعمل اوسس ريدكشن. انا مش محتاجه اعمل هنا ايبيكالي بوزيشند فلاب، مش هعرف اعمل جنجفيكتومي بس، لان انا محتاجه اعمل فلاب. فهي خطوات الفلاب كالاتي. اول حاجه internal bevel incision، هو انسجن شبه الانسجن بتاع الجنجفيكتومي بس مقلوب. يعني بدل ما هعمل البيفل بتاعي فور جنجفيكتومي احنا بنعمله external bevel، يعني بعمل بيفل انسجن 45 degree toward الكراون. لا المره دي انا هعمل بيفلد انسجن، بس البيفل هيبقى ناحيه الروت. اوكي. واحنا عامه بنعمل بيفلد انسجن عشان يبقى النيو جنجيفال مارجن يبقى السيكنس بتاعه ريزنبل، مش هيبقى بالسيكنس الكبير قوي، لان انا كل ما بنزل ايبيكال اكتر كل ما السوفت تيشو سيكنس بيبقى اكبر. فلو انا عملت رايت انجل انسجن هيبقى عندي النيو جنجيفال مارجن فيري سيك ان استاتيك وان هايجين. فبدل ما اعمل رايت انجل انسجن وبعد كده اعمل جنجيفوبلاستي، فالافضل من الاول ان انا اعمل بيفلد انسجن. فبما ان احنا هنعمل فلاب مش هنعمل جنجفكتومي، يبقى البيفلد انسجن بتاعي هيبقى انترنال، يعني هيبقى تورد الايه؟ تورد الروت او الايبكس، فده اسمه انترنال بيفل انسجن. اوكي. طيب الانترنال بيفلد انسجن هنا اتعمل فينا في الحاله دي، يعني اشمعنى الاماونت دي؟ احنا اتفقنا بقى احنا بنظبط جنجفال زينس ليفل، يعني انا عايزه التو سنترالز يبقوا الليفل بتاعهم الزينس بوينت بتاعتهم على نفس الليفل بتاعه القناين يمين وشمال، وعايزه اللاترال هتبقى على نفس الليفل بتاع اللاترال اللي مظبوطه اللي عندي اللي هي بتبقى المفروض 1 ملي كورونال. فانا كده بعمل سوفت تيشو كراون لينسلينج، بظبط بيه الجنجفال زينس ليفل عشان تو ادجست الميزد استاتيك بارت في حاله زي كده. ده الفيرست انسجن. عشان تبتدي تكمل الانسجن بتاعك لان ده مش كافي، لازم اعمل معاه كمان سالكولار انسجن. زي ما عملت الانترنال بيفلد انسجن من بره، هدخل بالبليد بتاعي سالكولار وابتدي اعمل سالكولار انسجن وابتدي اعمل بابيلا سبليتنج. اوكي. بالبليد كاني بعمل ويدجد انسجن، من بره عملت انترنال بيفل ومن جوه عملت يا دكتور سالكولار انسجن. اخر حاجه بنسميها انتردنتال انسجن، يعني اعمل اكسجن بقى يا دكتور الجزء اللي حضرتك عملت له كات. يبقى انا بعمل انترنال بيفل انسجن بالبليت، بعمل سالكولار انسجن بالبليت، وبعد كده بالكيوريت او بالسكيلر او بالتويزر يا دكتور ابتدي اعمل ريموفال للجزء اللي انا عملت له كاتنج من الجنجفا. فدي عباره عن 3 ستيبس فور انسجن: internal bevel incision، circular incision، interdental incision. بعد ما عملت الانسجن يا دكتور هعمل ايه بقى؟ هعمل فلاب ريفليكشن. طب ما هي زي الجنجفيكتومي اهي، بس خلي بالك كلمه جنجفيكتومي هي عمليه تبدا وتنتهي بالانسجن. يعني انا بعمل جنجفيكتومي بعمل كاتنج، بعمل ريموفال للجزء من التيشو اللي انا عملت له اكسجن وبس، ما بحتاجش حتى اعمل سوتشرنج كده خلاص. لكن الثري ستيبس اللي اتعملت دي يا دكتور لازم تبقى فولود باي فلاب ريفليكشن او سوفت تيشو ريتراكشن، فعشان كده دي تعتبر انسجن ستيبس فور فلاب. عشان كده هي العمليه على بعضها بالثلاث خطوات بتوع الانسجن مع الفلاب ريفليكشن على بعض كده اسمهم undisplaced flap. ليه undisplaced flap؟ لان الموضوع مش هيقف بس على السوفت تيشو ريدكشن، انا بعمل ده كله كمان عشان اوصل للبون ليفل عشان ابتدي اعمل اوسيس ريدكشن. هعمل اوسيس ريدكشن عشان انا عندي فيرل لينس انا محتاجه اعمل له ريجين، وكمان يا دكتور بعد الفيرل لينس انا هبتدي اعمل اوسيس ريدكشن عشان يبقى عندي بيولوجيكال ويتس جديد. انا المفروض مثلا سي الحاله دي قبل ما اشتغل عملت ميجرمنت للبيولوجيكال ويتس بتاعي 2 ملم، فانا محتاجه ال 2 مللي دولت يبقوا موجودين. بس طبعا بما ان انا هعمل كراون لينسنج هم هيبقوا موجودين ان مور ايبيكال ليفل. فعلشان على هذا الاساس انا هبتدي اعمل اوسيس ريدكشن تو جين فيرل فيرست. انا محتاجه فيرل افكت اباوت 2 ملم، وبعد ال 2 ملم بتوع الفيرل افكت دولت هعمل اوسيس ريدكشن عشان يبقى عندي ال 2 ملي التانيين بتوع البيولوجيكال ويتس ان مور ايبيكال بوزيشن. كل البون اللي انت هتشيله ده والدنيا هتبقى كويسه، لان انا من البدايه عامل اكس راي وحاسب الكراون تو روت ريشيو، عارف ان الكراون روت ريشيو دلوقتي كويسه، وعلى حسبتي المفروض انها تظل كويسه او على الاقل اكسبتد، اللي هي الريشيو اللي اتفقنا عليها اللي هي لا تقل عن 1 to 1. هبتدي اعمل اوسيس ريدكشن. هستخدم طبعا كونترا بيرز، هستخدم هاي تورك هاي سبيد كونترا. كولينج بقى مش هوصيكم عشان ما يحصلش
بون نيكروزز لا قدر الله، احسن بيرز استخدمها طبعا الكاربايد، يعني الكاتنج افيكاسي بتاعتها بتبقى عاليه وما بتعملش هيت جنريشن كتير. ولكن لو الكاربايد بالنسبه لك هتبقى سريعه شويه، مش عارف اعمل كنترول على الاماونت اوف بون اللي اعمل لها ريدكشن، اتس اوكي ان انت تستخدم دايموند بيرز، بس تبقى سيرجيكال برضه. يعني الدايموند بير اللي هي بتبقى المارك بتاعتها بتبقى اسود او اخضر، بحيث برضه ان الكاتنج افيكاسي بتاعتها تبقى عاليه عشان ما تعملش هيت جنريشن كتير. افتر سيجن واليفيشن والسيس ريدكشن، بعد كده هبتدي حضرتك تعمل السوتشرنج بتاعك كده. انت هتقفل الفلاب، وهنقول كمان شويه حالا هنقول السوتشر تكنيكس المستخدمه تفضل تبقى ايه، والمفروض البروفيجنال ريستوريشن بتاع حضرتك يتحط. يفضل تكون انت عملت له، تبقى عامل له اوريدي بريباريشن، تعمل له محضره وجاهز، وحتى تبقى عامل تراي ان بتاعه تمام. اضعف الايمان على الاقل يبقى مفك السوتشر، احط الريستوريشن بتاعي التمبري ريستوريشن. وقلنا افضل حاجه المارجن بتاع الريستوريشن التمبري دي المفروض تبقى سوبرا جنجفال، تدي براح للجنجفا وللبابيلا وللمارجن، يبتدي يبقى ستابلايزد في الهيلينج بتاعه. المفروض يبقى سوبرا جنجفال اتليست 1 to 2 ملم، ما يبقاش كابس على السوفت تيشو عشان يديله مساحه للهيلينج وللريباوند مره ثانيه. المفروض حاله زي كده ما تعملهاش الفاينل ريستوريشن قبل من 3 ل 6 شهور. يعني انا المفروض البيشنت يتنوا بالتمبري ريستوريشن اتليست 3 مانثس عشان ادي فرصه للبون يوصل لستيبل ليفل افتر اوسس ريدكشن حضرتك عملته. وطبعا احنا عارفين ان دايما او مش دايما غالبا السوفت تيشو فولوينج البون، فمش عايزين يحصل ريسيشن او يحصل ريباوند ياثر لي على اللوكيشن بتاع الفينش لاين. وده سبب التمهل، ان احنا مش بنسارع بالفاينل ريستوريشن بريباريشن الا لما يكون بقى عندي ستيبل كونديشن على مستوى السوفت تيشو او سوفت تيشو والبون. سوتشرنج تكنيك سواء في حالات الايبيكالي بوزيشند فلاب او الاندسبليسد فلاب، مش عايزين نبقى كسالى ونعمل سمبل انتربتد. هي تنفع بس هي مش الاوبتيمم. احنا عندنا السوتشر تكنيكس بالذات في مجال الاسنان، في مجال الجراحه والاورال سيرجري، يعني دايما كل تكنيك بيبقى ليه افكت. يعني السمبل انتربتد هي صحيح بتنفع في كل الحالات بس هي جاست ابروكسيميتنج، لكن انا عندي سوتشر تكنيك بتساعد على الكورونال ادفانسمنت، وعندي سوتشر تكنيك بتساعد على الايبيكال ادابتيشن او الايبيكال ديسبيسمنت، ودي التكنيكس اللي هي ده وقت استخدامها في حالات الفانكشنال كراون لينسنج. فسوتشر تكنيك زي ايه مثلا؟ زي الاكسترنال فيرتيكال ماتريس، يعتبر من احسن التكنيكات كسوتشر تكنيك اللي بتستخدم في الحالات دي بالذات مع الايبيكالي بوزيشن فلاب. يعني انت الاندسبليسد فلاب انت اوريدي ديسبليسد تيشو ايبيكال، تاخد بالك انا اوريدي في الاندسبليسد فلاب اللي عملناه من شويه، اللي عملنا فيه الانترنال بيفل انسيجن وسالكولار و انت اوريدي ايبيكالي ديسبليسد فلاب من غير ما يعني انت ما حركتوش، انت شلت جزء من التيشو فهو اوريدي بقى موجود في ايبيكال بوزيشن. لكن الايبيكالي بوزيشن فلاب انا رافع التيشو بحلها كامله من مكانها الكورونال وبحاول اعمل لها ادابتيشن في ايبيكال بوزيشن. فعشان كده فعلا سوتشر تكنيك ده بيساعد حضرتك جدا انه يساعد على الايبيكال ادابتيشن بتاع الفلاب. فالمفروض ان احنا بندخل في 2 بوينتس في بكال فلاب، وكذلك 2 بوينتس في البلاتال او اللينجوال فلاب. تعالوا نشوف فيديو صغير كده نشوف بيه السيكونس بتاع السوتشرنج بتاع الاكسترنال فيرتيكال ماتريس. نبدا الاول يا دكتور نبدا في ايبيكال بوزيشن اباوت 7 ملم عن البابيلا تيب. بندخل خليني اعيد بسرعه كده عشان بس نمشي الستبس مع بعض. نبدا تاني. ندخل يا دكتور in apical position outer يعني من الابيثيليال سيرفيس بتاع الفلاب 7 ملم apical للبابيلا تيب، وبعدين 3 ملم كورونال بدخل inner. يبقى انا دخلت في الفلاب بتاعي outer الاول، وبعدين في نفس السايد بطلع inner، وباجي على الفلاب الناحيه الثانيه بدخل برضو outer from apical position about 7 ملم من البابيلا تيب، و كورونال للبوينت دي 3 ملم اطلع من الانر سيرفيس. اوكي، وبعد كده اعمل النوت بتاعتي يا اما بكل يا اما بلتل على حسب ما حضرتك تحب. فلو تلاحظ او تاخدوا بالكم واحنا رايحين من البلتل سايد للبكل سايد احنا عملنا ديبريشن للبابيلا، وكذلك واحنا راجعين من البكال سايد للبلاتال سايد عملنا انذر او سكند ديبريشن للبابيلا. فانت عامل دبل ديبريشن للتيشو اجينست البون، وده التارجت بتاعي ان انا اعمل ايبيكال ديبريشن او ايبيكال ديسبيسمنت للفلاب بتاعي. خلونا نشوف برضو الفيديو تاني، اعتقد ده تكنيك مهم قوي وسهل جدا على فكره في الابلكيشن بتاعه، بس تبقى عارف بندخل منين وبنطلع منين.
اعتقد اللايف هيبقى موجود على الجروب، فممكن حتى الجزء ده تعيدوه تاني لو انتوا عايزين تراجعوا الخطوات بتاعه السوتشر. دي اسمها external vertical mattress، من افضل التكنيكس فور suturing بالذات فور ايبيكالي displaced او ايبيكالي positioned flap. طبعا السوتشر مش هوصيكم يعني 4-0 او 5-0، بلاش الحاجات اللي هي التخينه قوي زي 3-0 عشان بس ما يحصلش معاكم لاسيريشن او بيرفوريشن. النيدل تبقى ريفيرس كاتنج او على حسب يعني الافيلبل عندكم. غالبا النوت بتتحط بكل عشان بس التانج بتاع البيشنت ما يتنوش يلعب فيها ويضايقك، بس لو اتحطت لينجوال او بلتل مش مشكله كبيره يعني. ريموفال للسوتشر في حاله زي كده ممكن هيبقى بعد اسبوع 10 ايام، ما اعتقدش هنطول عن كده يعني، ده سوفت تيشو هيلينج يعني. طيب هل الاكسترنال فيرتيكال ماتريس هو التكنيك الوحيد؟ لا، احنا عندنا في حاجه ثانيه اسمها فيرتيكال فيجر 8. الفيرتيكال فيجر 8 بتبقى سيمبل شويه، وبرده على فكره بتعمل ايبيكال ديبريشن او ايبيكال ادابتيشن للتشو، بس مش بنفس قوه الفيرتيكال ماتريس يعني اكسترنال فيرتيكال ماتريس. فنشوفها برده مع بعض. احنا بندخل نبدا برده بنبدا من البابيلا بقل او بلتا زي ما انت عايز، بتدخل اوتر بس المره دي بقى من البابيلا بيس، وعلى السيرفس الثاني بتاع البلتا او لينجوال بابيلا بدخل برضه يا دكتور اوتر، يعني بدخل من البابيلا الاولانيه اوتر والبابيلا الثانيه اوتر، عشان كده اسمها فيجر 8 انفينيتي شيب فيرتيكال فيجر 8. فالكريس كروسنج ده برضه هو اللي بيعمل او بيساعد على الايبيكال ادابتيشن للتيشو اجينست فيرتيكال فيجر 8. اسهل شويه من الفيرتيكال ماتريس، بس يعني فور ايبيكالي بوزيشن فلاب بالذات يفضل انك تعمل اكسترنال فيرتيكال ماتريس. اعتقد الفيرتيكال فيجر 8 ممكن تبقى مناسبه للان ديسبليسد فلاب. ده كانت كومباريزون لطيف قوي، كان حد كان حاطه على الانستجرام، دكتور امريكي كان عامل على سيليكون موديل الايفكت بتاع السوتشر، يعني بتعمل ازاي اللي بيعمل ادابتيشن واللي بيعمل ابرايتنج واللي بيعمل كومبريشن. فدي الاكسترنال فيرتيكال ماتريس، شايفين هنا المفروض دي مثلا بكل وبلت البابل، فده السوتشر معديه فعامله ايبيكال ديبريشن، فحتى ايه في جزء هنا بيبقى في شويه ديسبليسمنت بين التو بابيلي. طبعا ده مش هيتنه فاضي، ده يبقى فيلد ويز بلاد كلوت، وبعد كده يبتدي يتكون جرانيوليشن تيشو، بعد كده كونكتيف تيشو. يعني الهيلينج هيمشي بالسيكونس بتاعه، بس بيوريك قد ايه السوتشر عامل ايبيكال ادابتيشن مقارنه بالسيمبل انتربتد. لا، ما بتبقاش عامله نفس الايبيكال ادابتيشن، فمش بتبقى او بتبقى مديه مساحه او فرصه اكبر ان لا قدر الله يحصل ريباوند او ريلابس. السلايد دي بقى المهمه زي ما قلت لكم يمكن في اول المحاضره، دي الكونكلوجن. يعني احنا على حده كده عرفنا ان الحالات اللي اعمل فيها جنجيفكتومي والمفروض اعمل جنجيفكتومي ازاي، الايبيكالي بوزيشن فلاب، الاندسبليسد فلاب. هعمل اوسس ريدكشن يبقى لازم فلاب، وابتدي اعمل اوسس ريدكشن بحيث ان انا اريجين او احافظ على البيولوجيكال ويتس تو بي ري استابليشد على الروت سيرفيس. بس برضو امتى اعمل ايه؟ يعني مهم ان انا ابقى عارف مثلا فور ايتش كيس انا المفروض اقدر اعمل سوفت بس ولا سوفت اند هارد تيشو. فهي فور سيتويشنز، وكل سيتويشن حاطط لك المفروض حضرتك هتعمل. انت خلاص خدت الديسيجن، الحاله دي انا هعمل لها كراون لينزنج، سيرجيكال كراون لينزنج. اتفقنا ان انا عندي تو بارامترز بعمل لهم ايفالويشن، بيولوجيكال ويتس والكراتينايز جينجفا، وقلنا في الاول المحاضره كل واحد هاو تو بي ايفالويت. فعندك حتى الابريفيشن اللي في السلايد دي انا كاتبها لك تحت، ان الكي جي اللي هي الكراتينايز جينجفا، البي دبليو اللي هي البيولوجيكال ويتس، والاي بي اف اللي هي الايبيكالي بوزيشن ديفليكت. فعندنا فور سيتويشنز ممكن يقابلوا حضرتك، والكل سيتويشن قلنا هنقول هنعمل ايه. enough، وهتلاقي في بعض السلايدز كاتب لك not enough. طبعا كلمه enough ونوت enough على اي اساس؟ على اساس البلاننج بتاع حضرتك. هو العيان بيبقى جاي عنده البيولوجيكال ويتس بتاعه كويس، ما فيهوش اي مشاكل، والكراتيناج جينجفا بتاعته زي الفل. انت بقى هتعمل كراون لينسنج، يا ترى بقى لما هعمل كراون لينسنج على البلان بتاعتي هيتن الانف انف ولا الانف هيبقى نوت انف، هيبقى ديفيشنت. فعلى اساس انت ناوي تعمل كراون لينسنج كمل لي سوفت وهارد، وبالتالي ده هيتن كويس ولا مش كويس، تبتدي تحدد انا السيرجيكال كراون لينسنج بتاعي هعمله باي طريقه. فمثلا عندنا انف كراتيناي جينجفا، انف بيولوجيكال ويتس. كلمه انف بيولوجيكال ويتس معناها ان انا هعمل ريستوراتيف وورك ملوش علاقه خالص بالبيولوجيكال ويتس. شغلي كله يا دكتور صحيح سب جينجفال بس سوبرا للبيزوفسالكس، شغلي سب جينجفال بس سوبرا
يلبسوا في سالكس، يبقى انا كل شغلي في حدود السالكس دبس المتاح بالنسبه لي، اقدر اشتغل زي ما انا عايز، يبقى اذا مش هحتاج اعمل فلاب. ده رقم واحد. طب ده عشان هو enough biological width فشغلي مش interfering معاه، يبقى كده احنا الحمد لله هربنا من الفلاب. طب enough keratinized gingiva، ده يديني اوبشن ان انا ممكن اعمل جنجفكتومي. ما كلمه enough دي معناها ان انا هطول الكراون وعندي جنجفا sufficient من البدايه، وحتى بالكراون لينسنج اللي اعمله برده حتى انها sufficient، يبقى التكنيك اوف تشويس هو الجنجفكتومي. زي الحاله اللي اتعمل لها جنجفكتومي، قللنا السالكس ديبس عشان نقدر نطول الكراون عشان يبقى عندي ريتنتيف. طيب ده اوبشن. الاوبشن الثاني او الحاله الثانيه ان انا عندي enough keratinized gingiva، كويس، ممكن نعمل جنجفكتومي اهو، بس عندك not enough biological width. واضح ان انا البريباريشن بتاعي او الكونديشن بتاعتي هيبقى فيها violation of biological limits، عشان انا عندي الكيرس is too extended apically، عشان انا عندي badly distracted tooth، عشان انا محتاجه فيرل، فكل ده عشان اعمل له ريستوريشن واضح ان انا هضرب البيولوجيكال ويتس بتاع التوث. فاذا البيولوجيكال ويتس هو كان جاي لي كويس، بس انا لما هشتغل واعمل ريستوريشن هيبقى ايه؟ هيبقى نوت انف. يبقى واضح ان انا لازم اعمل اوسيوس ريدكشن عشان اصلح البيولوجيكال ويتس بليسمنت من الكورونال بوزيشن، اخليه in more apical position، بس طبعا من غير ما يكون في مشكله في الكراون روت ريشيو. اوكي. طيب انا عشان اعمل اوسيس ريدكشن يبقى هعمل فلاب. هعمل اني فلاب؟ قال لك ان الحاله دي فيها enough keratinized gingiva، خلاص يبقى انا مش محتاج اعمل apically positioned فلاب. يبقى هعمل ايه يا دكتور؟ undisplaced فلاب. ده سيتويشن زي الحاله اللي شفناها مؤخرا، اللي الحاله اللي عملنا فيها undisplaced فلاب، رفعنا فلاب وعملنا اوسيس ريدكشن. يبقى الحاله دي محتاجه من حضرتك فلاب، محتاجه انك تعمل اوسيس ريدكشن. السيتويشن الثالث enough biological width، يبقى انا كده ماليش دعوه خالص بالبون، يبقى انا مش محتاجه اعمل اوسيس ريدكشن، هو enough وهيتنوا enough، بس ما عنديش enough keratinized gingiva. وانس ان انا ما عنديش enough keratinized gingiva اكيد ابدا مش هلجا للجنجفكتومي، انا مضطر ان انا اعمل ايبيكالي بوزيشن فلاب. وانس ان الاثنين بقى نوت انف يا دكتور، في مشكله في البيولوجيكال ويتس هتبقى موجوده عندي، والكراتينايز جينجيفا نوت انف، يبقى الحاله دي انا محتاجه اعمل ايبيكالي بوزيشن فلاب وهعمل اوسيس ريدكشن. هو انا اعمل اوسيس ريدكشن فشور محتاجه اعمل فلاب، بس بما ان الكراتينايز جينجيفا عندي هتبقى ديفيشنت، يبقى ما ينفعش ابدا اعمل اندسبليسد فلاب، يبقى انا محتاجه اعمل في حاله زي كده الفلاب اوف تشويس هيبقى الايبيكالي بوزيشن فلاب. زي ما اتفقنا التمبرايزيشن او البروفيجنال ريستوريشن من الحاجات المهمه التي لا غناء عنها في حاله الاندايركت ريستوريشن بالذات. بس خلينا برضو نحط ستيتمنت كده امتى اعمل فاينل ريستوريشن. ادونا قاعده كده او رولز نمشي عليها عشان حالات الفاينل ريستوريشن. احنا قلنا التمبرايزيشن ده اساسي، او بمعنى اصح ما تبتديش بريباريشن غير بعد البيريودز دي ما تعدي. لو حضرتك ناوي ان شاء الله تحط الفينش لاين بتاعك سوبرا جينجيفال، ليه سوبرا جينجيفال بوستيريور؟ مش محتاجه ابدا ان انا احط الفينش لاين بتاعي لا ايكوي جينجيفال ولا سب جينجيفال. فاذا افتر كراون لينسنج اعمل الفاينل ريستوريشن امتى يا دكتور؟ 2 ويكس. انت في كل احوالك الفينش لاين بتاعك الاخير الدائم سوبرا جينجيفال، فايفن لو حتى حصل عندي ريسيشن، هو ده اللي انت بتخاف منه على فكره، انا كده كده ايه سوبرا جينجيفال، محدش هيزعل محدش هيتضايق. فعشان كده انت ممكن بعد اسبوعين من الجراحه، بعد ما خلاص فكيت السوتشر والسوفت تيشو انفلاميشن ابتدى يقل والدنيا بقت تمام، ابتدي اعمل الفاينل بريباريشن بتاعي وابتدي اعمل خطوات الفاينل بروسيس. ولكن لو انا بقى الريستوريشن بتاعي الفينش لاين بتاعي الفاينل فينش لاين بتاع الفاينل ريستوريشن هيبقى ايكوي جينجيفال او سب جينجيفال، فانا محتاج ان هو يتنه هنا، مش عايزاه يتحرك، مش عايزاه يبقى فجاه يحصل سوفت تيشو ريسيشن يبتدي يحصل عندي الفينش لاين بتاعي، وده اللي بنخاف منه اكتر. عشان كده لازم اعمل تمبرايزيشن او عندي بروفيجنال ريستوريشن لفتره، وده بيعتمد على البروسيجر بتاعه الكراون لينسنج اللي حضرتك عملتها كانت. فقالوا لنا لو انتوا هتعملوا جنجيفكتومي يبقى حاله زي كده هتعمل تمبرايزيشن من 4 ل 6 اسابيع، يعني من شهر لشهر ونص، وبعد كده ابتدي في خطوات الفاينل ريستوريشن. لو انا عامل فلاب ايبيكالي بوزيشند فلاب بشكل اساسي، يبقى حاله زي كده انت عامل ديسبليسمنت للتشو، الموضوع اصعب شويه من الجنجيفكتومي. فكره الريباوند او الريلابس ممكن تبقى موجوده عندي، ففي حاله زي كده لازم استنى اصبر لحد ما يحصل ستابلايزيشن وماتيوريشن للسوفت تيشو هيلينج، فهستنى من 2 ل3 شهور او بعد كده ابتدي اعمل الفاينل ريستوريشن. اما لو انا عامل بقى اوسيس ريدكشن، واحنا قلنا ما دام في اوسيس ريدكشن يبقى شور انا عامل فلاب سواء ايبيكالي بوزيشند فلاب او اندسبليسد فلاب، فانا مينيمم اقدر اعمل الفاينل ريستوريشن مش قبل 3 شهور، الاوبتيمم وده الافضل طبعا بعد لا معاك لحد 6 شهور. كل الفتره دي مش هتعدي من غير ريستوريشن، انا حطاها انا مستخدمها في حاله زي كده المفروض تمبري ريستوريشن او
هستنى، مش هعمل بريبريشن سي مثلا هتعمل فينير ولا حاجه، هستنى لحد ما يبقى عندي ستابيليتي اوف هيلينج. انت المره دي اشتغلت على مستوى البون، والبون ممكن يحصل له شويه اوستيوكلاستيك اكتيفيتي افتر الاوستيس ريدكشن اللي حضرتك عملته، فممكن يبتدي يحصل بون لوس من نص لواحد مللي تقريبا، فممكن السوفت تيشو ليفل ما يتاثرش او يتاثر، يبتدي يحصل سم ريسيشن. فاحنا زي ما اتفقنا انت انتندد انك تحط الفينش لاين سبجنجفال، وانت عايزه يتنه في مكانه سبجنجفال بالذات فور فاينل ريستوريشن. الكراون لينسنج على الرغم من الحاجات الكتيره الحلوه اللي هو بيعملها، وعشان كده برضو احنا بناكد على فكره مرحله التمبورايزيشن ده مهمه، الا ان ساعات بيحصل من دروباكس. طبعا اسوأ على الاطلاق حته البلاك تراينجل. يتخيل بلاك تراينجل زي دوت مثلا فاينل ريستوريشن شكله وحش جدا، مش كوركتد يعني مش هيتصلح، هيتنه كده. الكوركشن الوحيد اللي ممكن يتعمل ان انت تغير الفاينل ريستوريشن وتبتدي تحرك الكونتاكت بوينت، تخليها مور ايبيكال شويه، او تزود الويتس اوف كراونز، تظبط يعني الامبريجر ويتس على قد البابيلا اللي موجوده. فبالتالي ده مش هيتعمل، او كنت ممكن تتفادى المشكله دي كلها لو انت ظهرت عندك في مرحله التمبورايزيشن، ان انا هبتدي اعمل ريستوريشن الجديد بتاعي الفاينل على السيتويشن ده. عشان كده احنا بنأكد عليكم ما تسرعوش قوي في موضوع الفاينل ريستوريشن، عشان دروباك زي كده بتبقى سخيفه جدا، الكوريكشن بتاعها في فاينل ريستوريشن هيبقى صعب ومكلف ويعتبر فيلير بالنسبه لحضرتك. كذلك مشكله الكراون لينسنج ان انا لو بعمل اوسس ريدكشن بروكسيمال، وده غالبا انت بتحتاج تعمله. المشكله ان انا البروكسيمال بون ده ما اقدرش اقسمه نصين. هو صحيح هو مشترك ما بين تو تيس، بس انا وانس ان انا هشتغل على بروكسيمال بون، هو اوريدي السنتين هيتاثروا بالليفل الجديد، فانا مش بس ده هيبقى مشكله بالنسبه للسن اوف ماي انترست، انا كده كده هقعد بكراون. المشكله بتبقى للادجيسنت توس، بتبقى مشكله شويه في الابر انتيريور ريجون، لكن بتقل حده المشكله دي لما برجع بوستيريور وايز. فعشان كده اتليست وانت بتعمل بروكسيمال بون ريدكشن بليز حافظ على الاركتكتشر. يعني انت هتنزل بالبون هايت، بس البون اركتكتشر بيبقى كونفكس، فلو سمحت يعني يا اما يتنه كونفكس يبقى اتليست يبقى خليه فلات، لكن ابدا ما تخلوش كونكيف عشان ما تعملش ما يعرف بالاوسس كراتر، ودي تعتبر من البريدونتال بروبلمز اللي ممكن تبقى انيشيتور لفيرزر بريدونتال ديستركشن. برضه فكره الفوركيشن انفولفمنت ناخد بالنا منها، لو الحاله زي ما قلنا الحاله الغريبه اللي يبقى فيها شورت ترانك او هاي فوركيشن، دي غالبا ما بتبقاش انديكيتد فور كراون لينسنج، غالبا هنضطر نعمل لها اكستراكشن. دنتين هايبر سنسيتيفيتي مش دايما بتبقى مشكله عندنا قوي، لان انت كل ده بتغطيه بعد كده في ريستوريشن. الريلابس بيزعل، يعني زي ما الفيلير بيزعل الريلابس بيزعل. مش بقول انا عامله كراون لينسنج وفي الهيلينج الاقيه رجع مكانه تاني وانا هتني بقى اشيل واحط، مش قصه يعني. فبالتالي من ضمن قلنا الحاجات اللي بتقلل شويه من الريلابس بالذات، طبعا مفيش بون بيحصل له ريلابس، بيحصل له ريلابس هو السوفت تيشو. ان انت حضرتك وانس ان انت خلاص بعمل سوفت تيشو كراون لينسنج، بعمل ايبيكال ديسبيسمنت للتيشو، لازم اكون شايله اي ذكرى اي ميموري من السوفت تيشو على الروت سيرفيس عشان ما يحصلش ريباوند او ريلابس مره ثانيه. اوكي. انا اولموست خلصت تقريبا، نشوف بس فيو كيسز كده مع بعض، وبعد كده ان شاء الله يعني لو في وقت، مش عارف في وقت ولا لا، نشوف اسئله حضراتكم. حاله مثلا زي اللي قدامنا دي، بيشنت عنده 3 كراونز وجاي يشتكي لحضرتك من ان هو عنده الجنجفا الريجولر، فيها irregularity ما كانش شكلها كده، الجنجفا اديمتس، الجنجفا بلاويش ان كلر، وبيشتكي من spontaneous bleeding. تمام. طبعا واضح ان فينا 3 كراونز، حتى واضح المشكله يعني مركزه جدا عندهم عند ال 3 كراونز بالذات عند التو سنترالز. مش دايما المشكله على فكره فايوليشن اوف بيولوجيكال ويتس، يعني ممكن على فكره المشكله دي يبقى البيشنت هايجين، يعني يعمل منظر زي ده، دي جنجفايتس واضحه جدا، ممكن البيشنت هايجين، ممكن الريستوريشن نفسه بالكي، ممكن الريستوريشن المارجن بتاعه اوبن مارجن، ممكن الريجولار مارجن، ممكن سيمنت زياده ما تعملوش كليننج كويس وانت بتعمل سيمنتيشن، ممكن ريتراكشن كورد محطوط ما اتشالش. فاذا هي ممكن المشكله يبقى حاجات كتير جدا، وممكن تبقى فايوليشن اوف بيولوجيكال ويتس. فانت قبل ما ابتدي احل المشكله اشوف هي السبب ايه، يعني وانس ان انا ديتكت الكوز اليمينيت الكوز خلاص الموضوع يتحل. لكن مش دايما المتهم، مش انت دايما المتهم، اصل البيولوجيكال ويتس ده اتهام ليك انت عامل بريبريشن مش صح، لكن ساعات بيبقى الكراون اللي مش كويس، ساعات الريسيمنتيشن بتاعتك برضه، ساعات الهيجين. فانت لازم تبقى عارف هي المشكله جايه منين عشان ابتدي احل صح. حاله زي كده كانت مشكلتها فايوليشن اوف بيولوجيكال ويتس، يعني شايفين هنا ده الفينش لاين وده المارجن اوف ريستريشن، ده البون. يعني تفتكر فين البيولوجيكال ويتس؟ الفينش لاين تقريبا كيسنج البون، اصل مش معقول هيبقى في بيولوجيكال ويتس في المكان الضيق ده. فكانت المشكله مشكله بريباريشن، ان هنا كان البيشنت كان عنده البيولوجيكال ويتس صغير جدا، ممكن احنا قلنا ممكن البيولوجيكال ويتس يبقى 1 ملم، وكان عنده شالو سالكس، والبريباريشن اتعمل
نص او 1 مللي مثلا ايبيكال، فانت وزن السلكس بس انت اوريدي عامل فايوليشن البيولوجيكال ويتس. فعشان كده مهم قوي لما اجي اعمل بريباريشن اقيس سلكس ديبس واقيس بيولوجيكال ويتس عشان ابقى عارف بس انا نازل سب جنجيفال رايح لحد فين. حاله زي كده لا يمكن تتصلح بان انت تغير ريستوريشن او تحسن هايجين. الحل الوحيد ان انت تغير بريباريشن. تمام. الحل كمان الصح ان انت تعدل من البون بوزيشن، تغير اللوكيشن بتاع البون بتاعك، لان انا اكيد مش هطلع بالبريباريشن سوبرا جينجفال. انا اكيد يا اما هتنيها مكانها، يا اما لو احتجت انزل ديبر سب جينجفال عشان اجين مور ريتنشن لو في حاله ثانيه مثلا، ده اللي انا هعمله. حاله زي كده المشكله مش في البريباريشن كريتنتيف فورم، المشكله كلها فين؟ في الفايوليشن في بيولوجيكال ويتس. فالحل ان انت تعدل اللوكيشن بتاع البون سب كريستال اكتر، ينزل ايبيكال اكتر، عشان تهيئ مكان للبيولوجيكال ويتس يبقى ري اورجنايزد على الروت سيرفيس، بالتالي ما يبقاش عندي مشكله بعد كده في الجنجيفايتس او ان يحصل ريكارنس للمشكله دي مره ثانيه. لا يمكن يحصل لها ريزوليوشن الا لما تتحل. لو ما اتحلتش بايدك هتتحل عن طريق ان بعد كده لا قدر الله من جنجيفايتس تبتدي تقلب بوكيت وبريدونتايتس، ولا قدر الله ممكن يحصل كمان ريسيشن. حاله زي كده مثلا دي انذر كيس. الحاله دي كانت ميسد كراون بقى لها فتره، فحصل اوفر ايربشن زي ما انتم شايفين. يعني دلوقتي التوس البريبيرد توس دي عامله اوكلوجن مع الاوبوزنج، فطبعا دي محتاجه يتعمل لها ريدكشن تاني عشان يبتدي يتعمل كراون مره تانيه. الكراون روت ريشيو عندها الاود ان يتعمل كده، بس طبعا دي بعد الريدكشن مع الريدكشن الجديد هيبقى 2 مللي مثلا من الكراون ولا حاجه، فما ينفعش. طبعا دي شور حاله محتاجه كراون لينسنج. فكان عندها السالكس ديبس تقريبا 1 مللي، وكان عندها البيولوجيكال ويتس كمان 1 ملم. يعني دي فور شور عشان ان انا اجيب ريتنتيف فورم فيها لازم ابتدي اعمل كراون لينسنج، والا هبقى عامله فايوليشن للبيولوجيكال ويتس. عندها الكراتيناي جينجيفا، ده الميوكو جينجيفال جانكشن. احنا قلنا او ما قلناش سوري بقى، احنا بنحدد الميوكو جينجيفال جانكشن لوكيشن اللي هو نهايه الجينجيفا بدايه الالفولار ميكوزا. ممكن في حاجه اسمها رول تيست بتحدد لي الفيكسد لاين بتاع نهايه الجينجيفا، وبالتالي اقدر احط البريدونتال بروب بتاعي واقيس عندي كراتيناي جينجيفا قد ايه. فالكراتيناي جينجيفا عندنا هنا كانت about 5 to 6 ملم. فاذا احنا نقدر نعمل جنجيفيكتومي او سوري نقدر نعمل اندسبليسد فلاب براحتنا. عشان نعمل جنجيفيكتومي بقى هنعمل اندسبليسد فلاب، internal bevel incision, cellular incision, interdental incision، وبعد كده ترفع الفلاب براحتك وتبتدي تعمل اوسس ريدكشن. المفروض انا عارفه الفيوتشر فينش لاين بتاعي يبقى موجود فين. فالمفروض بين الفينش لاين بتاعي وبين الكريست اوف ذا بون المسافه تبقى 3 ملم، 1 ملي سالكس ديبس و2 ملم فور بيولوجيكال ويتس. زي ما اتفقنا احسن سوتشر تكنيك عشان تساعد على الادابتيشن بتاع التيشو ايبيكالي يا اما فيرتيكال فيجر 8 يا اما اكسترنال فيرتيكال ماتش. تخيل حاله زي كده لو انا خيطتها سمبل انتربتد، الريلابس او الريباوند هنا هيبقى سريع جدا، وبعد كده اتعمل لها بعد كده بروفيجنال ريستوريشن واتعمل فاينل ريستوريشن ليتر. الحاله دي كانت كومبليكيتد شويه، ودي حاله ريفيرد من حد زميل ريستوراتيف. يعني دي مشكله، دي عندها مشاكل كتير جدا يعني، بس من ضمن المشاكل ان عندها كانتنج في المجزله. كان عندها في جزء من الاسنان عندها مشاكل في الاسنان، وعندها حاجات بدلي ديستراكتد كتير، وكانت محتاجه اورثوجناستيك سيرجري، بس يعني لظروف ماديه يعني البيشنت ما قدرتش. وطبعا عشان ما فيش ريستوراتيف ورك اتعمل بطريقه صح في وقت مناسب، فابتدى يحصل الكانتنج دوت بون وسوفت تيشو. فطبعا عندها مشكله في السمايل ابييرنس، ومفيش سيمتريكال ابييرنس بين اليمين والشمال. فالطلب ان احنا نعمل لها كراون لينسنج الى حد ما نبتدي نعمل بالانس شويه في السيمتريكال ابييرنس بين الرايت والليفت سايد. فده بعد الريموفال بتاع التمبري كراونز اللي كانوا محطوطين. اتعمل طبعا اتعمل اندسبليسد فلاب، واتعمل اوسيس ريدكشن، وده اتعمل طبعا الابر جو الاول وبعدين اللور جو. اتعمل اندسبليسد فلاب واوسيس ريدكشن، واتعمل سوتشر زي ما اتفقنا اكسترنال فيرتيكال ماتريس، احسن حاجه تساعد على الادابتيشن للتيشو ايبيكالي. ده بعد السوتشر ريموفال اعتقد كان اسبوع او 10 ايام، ودوت المفروض ده الفاينل ريستوريشن بتاعها. دي الستبس مع بعضها. اللور اتعمل نفس الفكره، ده الفاينل ريزلت. يعني الفاينل ريزلت مش اوبتيمم بس احسن بكتير من الابييرنس الاولاني. يعني طبعا احنا لينا ليميت في الكراون لينسنج، يعني كانش ينفع نعمل ريدكشن للبون اكتر من كده، والسوفت تيشو اللي هيبتدي ياثر على الكراون تو روت ريشيو. فده كان اقصى حاجه انا والدكتور صاحب الحاله وصلنا لها بيريو وريستوراتيف عشان نحقق شويه يعني استاتيك ريزلت للبيشنت عشان تقدر تبقى فانكشنال واستاتيك ان هارموني في نفس الوقت يعني.
الحاله دي كان عندها سيفير اتريشن وايروجن، دي حاله حاجه حد كبير اولد ايج يعني، وكان عندها ارتجاع في المريء، فكان حتى ده اللي مسبب لها ايروجن، والايروجن حتى بلتل مور سيفير عن اللي انتم شايفينه بكل او انسايزل. بوستيريور وايز عندها الفيرتيكال ستوب كويسه، يعني هي ما عندهاش مشكله في الفيرتيكال دايمنشن بوستيريور، المشكله كلها في الفيرتيكال دايمنشن انتيريور نتيجه السيفير اتريشن دوت حصل اوفر ايربشن في الانتيريور سيجمنت للاسنان مع البريدونشن مع فعلشان يتعمل ريستوريشن بشكل كويس تو ريستور اثيتيك وفانكشن، طلب طبعا فانكشن عشان تو بروتكت الريمينينج تو ستراكشر، لان الحمض اللي بيحصل له ارتجاع من عن طريق المريء دوت كان ابتدى يعمل ايروجن في الاسنان بلتالي بالذات بشكل كبير جدا وانسايزل، فهي محتاجه فور فانكشن تو بروتكت الريمينينج توث ستراكشر من الدستركشن اللي شغال ده، فمحتاجه فول كراون، وكمان في انتيريور ريجن فاحنا محتاجين نعمل الستاتيك ريستوريشن. فدي البلان بتاعت الدكتور اكوردنج للديجيتال سمايل ديزاين اللي عملها، وده الاماونت اوف كراون لينسنج اللي هو محتاجها سوفت، وطبعا بالاماونت دي مع الكراون لينسنج اللي هيتعمل كان شور هيحصل عندنا فايوليشن اوف بيولوجيكال ويتس، فهي محتاجه يتعمل لها سوفت وهارد تيشو كراون لينسنج. ابتدينا الاول بالجنجفكتومي، او معنى اصح الانسيجن ستيبس بتاعت الانتسبليسد فلاب، اترفع فول ثيكنس فلاب، وزي ما انتم شايفين اولموست الكريست اوف ذا بون اوفرلابنج السيمنت انامل جانكشن نتيجه الاوفر ايربشن اللي حصل ده، فتعمل طبعا اوسس ريدكشن. ساعات انا بستخدم الكاستروفيجو كاليبر ده بيساعدني ان انا يعني الاندسبليسد فلاب اللي بعمل نيو جنجفال مارجن، فده بيساعدني ان انا اعرف الافتر فلاب اليفيشن اللوكيشن بتاع الجنجفال مارجن الجديد اللي انا عملت له ريلوكيشن بالكاتنج او بالانسيجن بتاعي، وعلى اساسه ابتدي اعمل الاوسس ريدكشن. المفروض من الجنجفال مارجن الجديد ريست اوف ذا بون المفروض المسافه تبقى 3 متر، بحيث ان عندنا بيولوجيكس نيو سبس يعني ان شاء الله. فده مفتر السكشن والبون كونتورنج يمين وشمال، طبعا السيجمنت كلها تقريبا من البريمو طبعا مع مراعاه بون زينس، يعني زي ما عند جنج زينس ستيل وفي حاجه اسمها بون زينس ليفل، زي ما انا بعمل الكرييشن بتاع الزينس ليفل على مستوى الجنجفه ذا سيم بيبقى موجود على مستوى البون. المفروض الليفل واللاترال بقى 1 مليون، ده حتى ايفن زي كده فتره ستاتيك زون، فلازم برضه يبقى ستيل كله ان بالانس ان هارموني. السوتشر هنا كان اكسترنال فيرتيكال ماتريس تو ادابت التيشو ايبيكالي اجينست لها كده مع الدكتور بتاع الافتر يعني السيرجري. بعد ما خلصت خالص عملت تشيك بالتمبلت اللي الدكتور كان عاملها، ده البروفيجنال ريستوريشن كان الى حد ما الدنيا ستيبل، بس هي خدت وقت شويه مع الدكتور على ما خلص، اعتقد يعني كمل ال6 شهور معاها بالبروفيجنال ريستوريشن. حتى هتلاحظوا شويه في جنجفال مارجنال جنجفال انفلاميشن، الهايجين ما كانش اوبتيمم قوي بالنسبه لها، بس كان بيدي فرصه طيبه للسوفت تيشو والبون تو بي ستابلايزد، بحيث ان هو دلوقتي خلاص دي الحاله ريدي فور فاينل ريستوريشن. كان في مرحله بيحضر لها تمبرايزيشن، فخد الصوره بصراحه وبعتها لي ما شاء الله تسلم ايده يعني. طبعا هي الفكره مش بس شغل البيريو اللي اتعمل، كمان التمبرايزيشن بيساعد جدا على الاستابيليتي اوف سوفت تيشو هيلينج، وهي دلوقتي ريدي فور الفاينل ريستوريشن ان شاء الله. انا خلصت، واتمنى اكون يعني ان انا اضفت لحضراتكم اي هنت او اي حاجه جديده النهارده. انا عارفه ان المعلومات ممكن تكون مكدسه شويه، بس اتمنى ان احنا نكون حاطين الموضوع انتو بوينتس، بحيث ان يبقى بعد كده الابلكيشن بتاعه يبقى سهل ان شاء الله بالنسبه لكم. اوصيكم خيرا بالبيولوجيكال ويتس يا جماعه، مش عايزين مشاكل بيريو مع الريستوراتيف ورك ان شاء الله. الموضوع بسيط، الموضوع مش صعب، ومحتاج بس ابقى عارف انا بعمل ايه، انا ابقى عارف انا بقيم ايه، والمفروض الحاجه اللي انا بقيمها دي هيبقى في اي مشاكل عليها زي ما قلنا بيولوجيكال ويتس او كراتينوز جنجفا، محتاجه اعمل كراول لينسنج ولا مش محتاجه اعمله، هعمله سوفت بس ولا هعمله سوفت وهارد. البروفيجنال ريستوريشن مهم مهم مهم، بالذات لو انت بتعمل اندايركت ريستوريشن، هيساعدك جدا ان انت تستابلايز السيرجيكال ورك اللي حضرتك عملته، هيساعدك جدا انك يعمل كرييشن للامرجنسي بروفايل الجديد، فبتبقى بتعمل فاينل ريستوريشن على ستيبل ليفل، ويبقى حتى هايجينيك وفانكشنال وايز من احسن الحاجات. بشكركم جدا، وسامحوني لو طولتوا عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، وبشكر تاني دكتور مصطفى على الفرصه دي ان انا اكون معاكم في رمضان.
شكرا جدا يا دكتور سلافة، والله يعني ربنا يبارك في حضرتك. وعايز اقول لك التعليقات كلها جميلة ودعوات، يعني أنا لفتني كومنت جميل قوي، حد بيدعي لك بالجنة على المحاضرة الجميلة دي، فبجد يعني ده عايز اقول لك حاجات جميلة جدا. ربنا يبارك فيكي، المحاضرة غنية جدا، يعني هي مش محاضرة صراحة، هو كورس. فربنا يبارك فيكي والله. شكرا لحضرتك جدا. اللي كان الأسئلة اللي كانت موجودة اتغطت، يعني كانت في حاجة بتسأل على الهيلينج، حضرتك غطيتيها بالتفصيل، كان كل حاجة. في يمكن بس حد عايز إيضاح لنقطة صغيرة، ممكن أقول لحضرتك سريعا. اتفضل يا دكتور. هو بيسأل عن النوع بتاع الاندسبليسد فلاب. هو بيقول في الآخر احنا بنرفع الفلاب، فليه اسمها اندسبليسد؟ دايما يعني في الآخر دايما لو هنشيل عظم بنرفعها، فليه بتسمى اندسبليسد فلاب؟ ما هو تفرقه عن الفلابات التانية. يعني احنا عندنا مثلا حاجه اسمها انفلوب فلاب، صح؟ امم الانفلوب فلاب ده بعمل ايه؟ بعمل هوريزونتال سالكولار انسيجن، ارفع الفلاب وارجعه مكانه، صح؟ امم انت هنا انت رفعت الفلاب ورجعت مكانه، بس هو ما رجعش زي الاول. يعني هو مش نفس التشو، هي راجعه ناقصه على فكره، صح؟ فهو امم تفرقه عن الانفلوب فلاب والايبيكالي بوزيشن فلاب بيسموه اندسبليسد فلاب. بس يعني يبقى هو ده التوضيح اللي كان محتاجه يعني عشان هو تمام. عشان ما تبقاش الدنيا شكل بعضها، فهو سموه كده، يعني هم استخاروا وسموه اندسبليسد فلاب، تفرقه عن طيب الديزاينز الثانيه يعني. ممتاز جدا. طيب في سؤال كمان بيقول لو انا محتاج اعمل كراون لينثنينج لينجوال في لور انتيريور تيث، تمام هل يقدر يعمل فيرتيكال ريليز ولا هيبقى فيه خطورة، ولا الموضوع يبقى ازاي؟ تمام، سؤال حلو قوي. لا طبعا هو في خطوره كبيره، ما ينفعش. مم. طيب، مم. هو بص حضرتك، هو مشكلتنا احنا عندنا مشكله لينجوال وبلتل. مم. بلتل محلوله، لينجوال مش محلوله. بلتل انا ما ينفعش اعمل فيرتيكال انسيشن، لان مم. اصلا لا تطمح ان انت تحرك التيشو بلتل، لان ما مم. عنديش الفلر ميكوزا بلتل، صح. فبالتالي دايما الكراون لينثنينج بلتل جنجفكتومي مم. او مم. اندرسبليسد فلاب. يبقى انت دايما بلتل محلوله، ليه؟ يا اما هعمل جنجفكتومي بس، يا اما لو مم. هحتاج اعمل اوستس ريدكشن هعمل اندسبليسد فلاب. فما انتش محتاج تعمل فيرتيكال انسيجن، وكده انت مم. مش هتعمل ايبيكالي بوزيشن فلاب. تيجي بقى لينجوال، دي المشكله. لينجوال انا ما ينفعش اعمل فيرتيكال انسيجن، تو ريسكي، تو مم. ريسكي اعمل حاجه زي كده. فعشان كده برضو لينجوال يا اما بعمل جنجفكتومي يا دكتور، يا اما بعمل اندسبليسد فلاب. لكن ان انا اعمل فيرتيكال انسيجن او اعمل ريليزنج انسيجن، ساعات بنضطر ان احنا عشان نحرك التيشو ايبيكال مش بس بنعمل فيرتيكال انسيجن، ساعات بنعمل سبليت سيكنس كده، يعني حاجه زياده شويه، صعب معلش ان انا اشرحها في طبعا. سريعا كده. فدي المهم مش هتتعمل لينجوال، يعني دي ما بتتعملش لينجوال. فعشان كده لينجوال يا اما بتعمل جنجفكتومي، يبقى بتعمل اندسبليسد فلاب، ما بتعملش حاجه اكتر من كده. او انت بتعمل انفلو فلاب عادي خالص لينجوال، وبعمل اوستس ريدكشن، وبدعي ان ان شاء الله السوفت تيشو هيفولو البون ويبقى يحصل له ريسيشن ايبيكال. لكن ان انا اعمل فيرتيكال انسيجن او سبليتنج لينجوالي تو ريسكي بصراحه. ممتاز جدا، ربنا يبارك في حضرتك والله. وبنشكرك مرة تانية، وطولنا، احنا اللي طولنا عليكي والله، ربنا يبارك فيك، يعني شكرا على العلم والوقت والمجهود. فربنا يبارك في حضرتك، ومتشكرين جدا ليكي. العفو يا دكتور، وكل سنه وحضراتكم طيبين، نشوفكم على الله خير ان يخليك، شاء الله. وحضرتك طيبة وبألف خير، ان نشوفك على خير إن شاء الله. شاء الله. ميرسي يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام، مع السلامه.